لو ما شفتش الموسم الاول من حكاية تسوباسا فروح شوفوا الاول، واللي في اخر حلقة شفنا فيها مباراة النهائي للبطولة الوطنية اللي كانت بين توهو ونانكاتسو، وشفنا قد ايه تسوباسا عانى في المباراة دي لدرجة انه جات له فيها اصابة في رجله وكتفه اليمين، وكان بالرغم من كده قدر يخلي فريقه يصمد ضد فريق هيوغا. حصل تحدي من عالم تاني بين تسوباسا وهيوغا اللي كل واحد فيهم اطلق العنان لقوته الكروية للتغلب على الاخر، ولكن بعد كل ده انتهت المباراة بالتعادل للفريقين، وتم اعتبارهم هما الاثنين الفائزين لهذه المباراة، وتم اختيارهم ليكونوا الناشئين للمنتخب الوطني الياباني تحت سن ال15 سنة، ويخوضوا المعسكر. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده، وايه هتكون نوع المباراة اللي هتقابل المنتخب الياباني ضد فرق العالم؟ هو ده بقى يا صديقي اللي هنشوفه في فيديو النهارده. ولكن الاول ما تنسوش تشوفوا القناة وتفعلوا زر الجرس وتوصلوا الفيديو ده 10000 لايك، وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وبيبدأ الموسم بتاعنا بجميع اللاعبين اللي شاركوا في المعسكر التدريبي للمنتخب الياباني تحت سن ال15 سنة، وبيكون ده اليوم الثالث ليهم في التدريب، وبيكون من ضمنهم هيوغا وماتسويا وواكاشيميزو والناس الجامدة دي. بس للأسف ما بيكونش تسوباسا من ضمنهم، لأنه في الفترة دي بيتعالج من إصابته في المباراة الأخيرة مع هيوغا. وبيقول ميسوغي اللي هو مدير الفريق فعله إن الفريق ده قوي بس بوجود تسوباسا بيكون لا يقهر. وعلى سيرة تسوباسا فبنشوفه هو بيحاول يتعلم اللغة البرتغالية استعدادا للذهاب للبرازيل مع روبرتو. واللي ما يعرفش فإن اللغة البرتغالية هي اللغة الأساسية للبرازيل. وأثناء ما بيدرس بيتبعت له فيديو مسجل من ريو وباقي أصدقائه، وبيقولوا له فيه إنهم متحمسين جدا لعودته للفريق، وبيتمنوا إن إصابته يتم شفائها في أسرع وقت. وفي اللحظة دي بيكون تسوباسا بيكون مفتقد جدا ميساكي ووكاباشي، لأن مر 3 سنين على آخر لقاء ما بينهم. وعلى سيرة بقى وكاباشي فبنشوفه بيتدرب مع فريقه الألماني في ألمانيا، وفعلا بيظهر مهاجم الفريق واللي اسمه شنايدر، وبيقول لهم إنهم هينتقل من فريق هامبورغ اللي هو الفريق ده لفريق ميونخ في الموسم القادم. وطبعا أعضاء الفريق بيعترضوا على ده لأنه لاعب احترافي جدا، وبفضل وكاباشي بقوا فريق لا يقهر واكتسحوا جميع الألقاب الأوروبية. ولكن شنايدر مش بيدوم أي اهتمام، وبيقول لهم إنه عاوز يبقى اللاعب الأفضل في العالم. وفجأة هو بيطلب من وكاباشي تحدي أخير، وهو إنه يسدد عليه من خارج منطقة الجزاء. وطبعا لحد اللحظة دي ما حدش قدر يدخل جون في وكاباشي غير صاحبنا تسوباسا. وفعلا وكاباشي بيوافق وشنايدر بيسدد الكرة، واللي بنتفاجئ انها بتكون قوية لدرجة انه بينصدم والكرة بتدخل الجون. ولما بيسألوا وكاباشي عن امتى هيروح لميونخ فبيقولوا انه هيلعب مباراة أخيرة معاهم في هامبورغ، وبنتفاجئ ان المباراة دي بتكون ضد منتخب اليابان. وبنرجع مرة تانية لتسوباسا في اليابان، وبنشوف بعض أصدقائه بيزوروه وبيطمنوه عليه، بس بيفهمهم إنه بقى كويس وفي أفضل حال لدرجة إنه ممكن يلعب دلوقتي. وبعد كده بنشوف منتخب اليابان وهو بيلعب مباراته الأولى مع بعض طلاب الثانوية، واللي بنلاحظ إنهم بيقدروا يسيطروا على المباراة، وكمان مش بيخلوا الكورة توصل نهائي لهيوغا. بس بيجي ميتسويا وبفضل قوته الدفاعية الكبيرة بيبعد الكورة من قدام المرمى. بيقطع كمان تاكيتشي الكورة، وبيرجع الكورة مرة تانية لميتسوياما اللي على طول بيديها ثرو ليوغا اللي حرفيا بيدخل من وسط اللاعبين الخصم هو ولا همه، بيسدد تسديدة النمر وبيكسحهم بالهدف الأول. وبيستمر الوضع على هذا النظام، وده فعلا بيقدروا يفوزوا عليهم في النهاية. وبعدها بنشوف ساناي وهي بتروح لتسوباسا بس بتلاقيه نايم، ولما بيصحى بيكون باين عليه انه تعبان، وباين جدا يا صديقي انها بتحبه ولسه هتعترف له بحبها. بس بتشوف تسوباسا بدماغه المربعة دي بيبوظ الدنيا لانه مش بيفهم حاجة. الله يخرب بيتك، والنور بيقطع. فبيقوم عشان يشغل النور، وبيلاقي فجأة اتصال من ريو اللي بيبلغوا بفوزهم على طلاب المرحلة الثانوية بنتيجة 3-1. فبيفرح تسوباسا بالموضوع، ولما بيسمع ريو صوت المديرة ساناي فبيفهم الدنيا وبيقول شكلي بوظتها. حب اطمنك يا صاحبي مش انت اللي بوظتها، اللي بوظها الخنزير التاني. ولما تسوباسا مش بيفهم فبيطنش الامر، وبيطلب منه انه يجي يتفرج عليهم وهم بيلعبوا لو كان يقدر. تسوباسا بيوافق فعلا، وتاني يوم بيروح لهم وبيفرحوا جدا بشوفته. في اللحظة دي بتيجي الفرق اللي هتلعب ضدهم النهارده، واللي بنتفاجئ انه بيكون فريق توهو الثانوي، وده بيكون فريق معروف بقوته الكبيرة لدرجة التوتر بيبان على لاعيبة المنتخب. المهم بتبدأ المباراة، وكمان توقعنا أكاديمية توهو بتسيطر على مجريات المباراة بالكامل. وأثناء مشاهدة ميسوغي للمباراة بيقول لتسوباسا إنه لو كان موجود في الملعب ما كانش هيحصل كل ده. فبيرد عليه تسوباسا وبيقول له نفس الكلام ده بينطبق عليك أنت كمان. وفعلا بنشوفهم هما الاتنين بيتمنوا لو يقدروا يلعبوا مع بعض. المهم بتستأنف المباراة، وبنشوف إن بالرغم من قوة الخصم وضغطهم الكبير إلا إن المنتخب قدر يصمد وبيردهم وبيأدوا أدوارهم بإتقان. وفي الدقيقة
18 من الشوط الثاني بنشوف ميتسوياما بيقدر يسجل هدف التعادل. تسوباسا بيحفزهم على تسجيل هدف الفوز، وفعلا كلماته دي بتأثر فيهم، وبنشوف هما بيبدأوا يمرروا لبعض الكرة، واخيرا بتوصل لهيوغا اللي ما بيستناش وبيستخدم تسديدة النمر ليحقق هدف الفوز، وتصبح المباراة 2-1 لصالح المنتخب الياباني. ولما بيشوف هيوغا تسوباسا بيفرح وبيطلب من ميسوغي انه يديله اللي اتفقوا عليه، واللي بنتفاجئ انه بيديله فانيلة رقم 10. تسوباسا بيكون شايف انه ما بيستاهلش ده لانه ما شاركش حتى في المعسكر، بس الفريق بيكون مصر، وهنا بنشوف تسوباسا بيتأثر جدا بكلامهم والحماس عنده بيوصل لليفل مليون. وبعدها بينتهي اخيرا معسكر التدريب، وتم اختيار اللاعبين اللي هيشاركوا في الجولة الأوروبية، واللي على رأسهم هيوغا وميتسوياما والجماعة دول. وبنشوف كل اللاعبين اللي ما حافلهمش الحظ مش بييأسوا، ده بالعكس بيكونوا حاطين امل ان هيتم اختيارهم المرة الجاية. وبيفكر تسوباسا قد ايه الناس تعبت، وبالرغم من ده ما تمش اختيارها. واثناء ما بيفكر كده بيجيله المدرب ميكامي وبيقول له ان عنده رسالة من كاتاغيري، وهي ان بعد اسبوعين من النهارده هتبدأ البطولة الدولية للشباب الناشئين في فرنسا، وبيقول له كمان عشان كده عاوزك لحد ما يحين الوقت ده تستعيد قدرتك البدنية بالكامل. هنا تسوباسا اول ما بيسمع كل ده بينصدم، وتاني يوم بيركبوا طياراتهم وبيوصلوا لألمانيا لبعض المباريات الودية. واثناء تفقدهم للملاعب والمهارب وانبهارهم ببنائها والمكان الممتاز بيقابلوا وكاباشي، وبيكونوا مبسوطين جدا بشوفته لبعض. وبيجي له يوغا وبيقول له بابتسامة كده انه بعيدا عن هدفه في التغلب على تسوباسا فعنده هدف تاني، وهو تسجيل عليه هدف من خارج منطقة الجزاء. بس فجأة وعلى غير المتوقع بنشوف وكاباشي وهو بيضحك ضحكة استهزاء كده، وبيقول لهم كلام قاسي جدا، هو ان المنتخب بدون تسوباسا مستحيل يقدر يفوز. هنا طبعا الفريق كله بينصدم من كلامه، لما بيمد ايده علشان يتقابلوا فبيبعد ايده يوغا بكل غضب وبيمشي من المكان، وهو بيتوعد انه هيخليه يعرف مقامه بسبب كلامه ده. وبنرجع لليابان اللي فيها بنشوف تسوباسا بالفعل وهو بيحاول انه يرجع للياقته البدنيه علشان يقدر يشارك في البطوله الوطنيه للشباب الدوليه، وبيمسك الكره وحرفيا بيعدي من كل اللاعبين بطريقه خرافيه، وبالرغم من رجله مصابه بس بيضغط على نفسه وبيستخدم تسديداته الهابطه وبيسجل هدف كما هو متوقع من صاحبنا تسوباسا اللي كل اصحابه بيتفرجوا وبينبهروا بقدراته المرعبه. وهو بيتوعد بطلنا بقى انه هيبذل كل قوته علشان يقابلهم في اوروبا. وبنرجع مره تانية لألمانيا اللي بنشوف فيها شنايدر وهو بيكلم والده ووالدته اللي في بينهم مشاكل كتيره، وبيفهموا ان دي هتكون اخر مباراه ليه في هامبورغ، علشان كده عاوزه يحضر فيها ويتفرج عليها. وبيحاول كمان انه يخليهم يرجعوا لبعض علشان هو واخته الصغيره، ولكن الظاهر ان المشكله عظيمه كبيره جدا ما بينهم. وتاني يوم بتبدا المباراه الوديه الاولى للمنتخب الياباني مع هامبورغ الموجود فيه شنايدر ووكاباشي. وبيوصل بعد كده شنايدر للمكان، واللي بنلاحظ ان حضوره بيكون محبوب جدا من قبل فريقه والجماهير. وبتبدا المباراه الكره مع منتخب اليابان، وبينطلق يوغا بكل قوته نحو المباراه، حرفيا بيكتسح خصومه. لما بيلاقي ان شنايدر قدامه فبيبصيها لتاكيشي وبياخدها تاني، بس الغريب ان شنايدر اصلا ما اتحركش من مكانه، والظاهر عليه انه بيدور على والده ووالدته، والجماهير بيزعقوا له. وفي اللحظه دي بيكون في شخص بيتفرج عليهم من فوق وبيستغرب. المباراه بتستأنف الكره مع هيوغا اللي بيقدر يفك شفر الدفاع هامبورغ بالتعاون مع تاكيشي، وخلاص بيبقى قدام المرمى، وفعلا بيستخدم تسديده النمر من خارج منطقه الجزاء للرد على كلام وكاباشي، وبتكون التسديده قويه بشكل كبير. ولكن الصدمه اصلا وكاباشي مش بيتحرك، والكره بتخبط في العارضه ومن قوه التسديده بتنفجر. وهنا بنفهم من المدرب ميكامي ان وكاباشي توقع ان التسديده هتخبط في العارضه، وبيقول في عقله ان هيوغا بيتحداه. تستمر المباراه، المنتخب الياباني بيقطع الكوره من هامبورغ، بس المره الجايه هيكون في كلام تاني، وبيستمر منتخب اليابان في قطع الكره من هامبورغ، ولكن في كل حد منهم بيسدد فيها على الجون على طول، وكاباشي بيوقفهم وبيكون موجود بالمرصاد وبيصد كل تسديداتهم، حتى تسديده ميتسويا والتوأم تاتاشيبانا القويه بيقدر يصدها بكل سهوله ولا كانهم شيء. حرفيا منتخب اليابان بالكامل عاجز قدام العملاق وكاباشي اللي لوحده يعد دفاع منيع. ولكن الغريب اننا بنلاحظ فريق هامبورغ بيكون بره الخدمه اصلا ومش بيتحرك نهائي، وعلى راسهم شنايدر اللي لسه بيدور على عيلته وعلى ابوه. بنشوف الشخص اللي قاعد على الشجره وهم بيتكلموا عن مدى قوه وكاباشي وكمان تسديدات هيوغا الاستثنائيه، وهنا بنصدم الاتنين دول بيكونوا من منتخب الارجنتين ومشاركين في البطوله الدوليه. وعشان نعرف ايه هو سبب تصرفات فريق هامبورغ الغريبه دي فهي بسبب وكاباشي اللي طلب منهم قبل المباراه انهم يخلوا منتخب اليابان يهاجم عن عمد
ويسددوا عليه علشان يشوف بنفسه مدى قوة تطورهم المنتخب خلال ال3 سنين اللي فاتوا. وفعلا ده اللي بيحصل، وبنشوف لاعبي هامبورغ خلاص زهقوا من الموضوع، واحد منهم بيقطع الكرة من هيوغا. لا مش بس كده، ده كمان بيراوغ اللعيبة. وهنا بتبدأ المباراة الحقيقية، وبنشوف الفريق الألماني في تناسق خارق مع بعضهم البعض، وبيهجموا بشراسة على مرمى الخصم. ووسط التوتر المنتخب الياباني وهو بيستفزهم للمرة تانية، بيقول لهم أنتم مجرد حسالة، ليس لديكم أي فرصة أمامنا، والواقع بيحصل قدامكم، وإنه خلاهم يهاجموا عشان يختبر مدى قوتهم، ولكن أثبتوا مدى ضعفهم. كل الفريق بينصدم من الكلام ده، وخاصة هيوغا اللي بينفجر من الغضب. طفح الكيل، بياخد الكرة وبيتقدم ناحية المرمى على وكباشي بكل غل، ولكن بيكون قدامه شنايدر اللي بنشوفه هو بيقدر يعمل حركة مش مفهومة. لو مش بس كده، ده كمان بيضرب الكرة بقوة كبيرة جدا في بطنه، بيطير هيوغا في الجو حرفيا. وبياخد شنايدر الكرة وهو بيتقدم قدام المرمى، وبيقدر يعدي من كل الفريق بمهارات وسرعة لا تصدق كأنه تسوباسا. وكمان بيعدي من خط الوسط والدفاع وبيعمل دبل كيك، وبيضرب كرة نارية ساحقة ماحقة بتدخل هدف أول لفريق هامبورغ، لدرجة ان واكاشيميزو حركاته الكرتونية الخيالية الكاراتيرية ما عملتش قدامه اي حاجة، حرفيا تحت صدمة كل الموجودين من عظمة هذا اللاعب المتكامل. وفي اللحظة دي كلهم بيدركوا مدى قوة الفرق الأوروبية، وبنشوف شنايدر وهو متضايق من عدم وجود اي حد من اهله. وفي اللحظة دي بنشوف كاتاغيري في مطار ألمانيا منتظر شخص، وبنتفاجئ انه بيكون صديقنا. ايوه يا صديقي، انه تسوباسا. وبعدها بياخدوا كاتاغيري بالعربية علشان يوصلوا للمنتخب الياباني. وبنرجع مرة تانية للمباراة اللي بنشوف فيها واكاجيميزو وهو في صدمته مش مصدق انه ما قدرش حتى يجاري شنايدر، وبكده تكون النتيجة 2 لا شيء لصالح الفريق الألماني. بتستأنف المباراة بيهجم المدافعين المنتخب على شنايدر اللي بنشوفه بيعمل حركة خرافية كده بكعبه وبيسدد بيها على المرمى، ولكن واكاجيميزو بيعمل حركته الخاصة وبيصدها بكل براعة. وبيفهم فريق هامبورغ ان المنتخب الياباني كويس، ولكنهم ما زالوا ضعفاء ضدهم، وكلامهم ده بيستفز لاعبي المنتخب. والكرة مع هيوغا، ايوه بيعدي من الفريق الألماني بكل قوة، بيحاول يعمل بايديه مع تاكيتشي، ولكن للأسف بيتم اعتراض الكرة من قبل لاعب هامبورغ. بس بيجي توأم تاتشيبانا وبينفذوا الوضع بحركة الإعصار الخاصة بهم، وبرأسية بيمرروها لهيوغا اللي بنشوف هالته بتزيد. ايوه قوته زادت، بيتوعد انه هيرد الصاع صاعين ويسجل من خارج منطقة الجزاء، لكن بيجي شنايدر وبيحطم كل ده عن طريق ضربة قوية بالكرة في بطن هيوغا، بينيمه على الأرض. هنا هيوغا بيتضايق جدا لأن دي المرة التانية اللي يستهدفوا فيها، ولسه هيهجم عليه. بنشوف وكباشي بيوقفوا بيفهموا انه لو عاوز يتقاتل فلازم يقاتل بنفس الطريقة وهي بكرة القدم. هيوغا بيطنشه وبيروح يحفز فريقه على الفوز بأي شكل كان، هوريهم مدى قوة المنتخب الياباني. بس فجأة بنشوف شنايدر بياخد الكرة من وكباشي، والصدمة الكبرى انه بيسدد من مرمى فريقه علشان يثبت مدى ضعفهم، والتسديدة بتكون قوية جدا، ولكن بيقدر واكاجيميزو يصدها على آخر لحظة بلكمة الكاراتيه. بينتهي الشوط الثاني، بيشعر واكاجيميزو بمدى قوة التسديدة دي، بس بيشعل نار الحماس في فريقه. ولما بيشوف واكاجيميز روحهم القتالية بيفرح، وان دي الخطوة الأولى لمقارعة أقوى الفرق. وبيتذكر أول مرة جه فيها لألمانيا من 3 سنين، وقد ايه هو كعانى في التدريبات، وان الموضوع ما كانش بالأمر السهل كده يوصل للمستوى الحالي. وبنرجع للحاضر مرة تانية، وبنشوف تسوباسا وهو في التاكسي مع كاتاغيري اللي بيفهموا ان المنتخب بينقصوا لاعب تاني وهو ميساكي علشان يرجعوا الثنائي الذهبي من جديد. وفي اللحظة دي بنشوف اخت شنايدر وهي في طريقها للمباراة، والصدمة انها بتقع في نص الطريق والتاكسي كان خلاص هيخبطها، ولكن بيجي شخص وبينقذها على اخر لحظة. فبيخرج السواق وتسوباسا وكاتاغيري على طول علشان يطمنوا عليه، ولما بيطلبوا منهم انهم يوصلوهم للمستشفى فبيقولوا لهم الشخص اللي انقذها انه بخير. ولكن لما كاتاغيري بيركز فيه، ايوه يا صديقي هو الحارس المشهور للمنتخب الايطالي للشباب. وبيوصل بعدها تسوباسا للملعب، وفي اللحظة دي بيبدأ الشوط الثاني، وميتسوياما بيمرر الكرة افقية لهيوغا، ولكن بيتم اعتراض الكرة. بس الاخوة تاتشيبانا بيقدروا يلحقوها للمرة الثانية بحركة الاعصار، وبيمرروها لهيوغا، ولسه الكرة هتوصل للاعب الالماني. بيجي نيتا على اخر لحظة وبيوصلها لهيوغا اللي مش بيسمي، وعلى طول بيسدد بتسديدة النمر وبتكون كاسحة حرفيا. ولكن ده على مين؟ ده العملاق وكباشي اللي بيقدر يصد الكرة بدون ادنى مجهود، حرفيا تحت صدمة الفريق بالكامل، وانه صد تسديدة النمر كأنها لا شيء، مستحيل. وكباشي على طول بياخد الكرة من هنا وبيمررها لشنايدر. ايوه اول ما بيلحظ وجود اخته الصغيرة وسط الجماهير، الحماس بيشتعل جواه، سأسحق هذا النادي. وبيقرر يسجل الهدف الثالث عشانها، وفعلا بيقدر يعدي من خط الوسط والدفاع في نفس الوقت بمهارة واحدة وحرفة، وبيسجل
بيسدد تسديدته النارية القوية اللي بيحاول واكاجيميزو يصدها، بس على مين؟ اكيد جون يا صديقي. وبكده يكون شنايدر سجل هاتريك في المباراة دي. وبنشوف واكاجيميزو وهو بيتألم جدا من قوة تسديدة شنايدر، وفي اللحظة اللي بينبهر بيها تسوباسا بلعب شنايدر بيلاحظ كل اصدقائه وبيكونوا مبسوطين جدا انه جه، وبيفهمهم ان هنا علشان يلعب معاهم. وفي اللحظة دي بنشوف التوأم مش قادرين يكملوا المباراة بسبب انهم استخدموا حركة الاعصار 3 مرات وبيطلبوا منه انه يدخل مكانهم، ولكن بنشوف يوغا بيرفض. مستحيل تسوباسا يلعب هذه المباراة. الفريق كله بيستغرب، بس الغريب ان ميتسوياما هو كمان بيوافق على رأي يوغا، ومهما بيحاول الفريق انه يقنعهم ان بوجود تسوباسا مجرى الاحداث هتتغير، ولكن بيكونوا مصممين على قرارهم وان اللي هم اللي هيفوزوا في المباراة دي. وفعلا بتستأنف المباراة بدون تسوباسا اللي بيتفهم موقفهم، وبيفضل المنتخب الياباني يمرر الكورة بينهم، ولكن بيجي شنايدر وبيقطعها وبيمررها لزميله في الفريق اللي ما بيستناش وبيسدد الكورة بس بيصدها واكاجيميزو. ولكن الصدمة ان بسبب قوة تسديدة شنايدر السابقة واكاجيميزو استنفذ اغلب قوته لدرجة ان ايديه بتجيب دم، وبسبب دمه وبيتم استبداله بالحارس موريساكا. وبنكمل المباراة، ولكن من هنا تتوالى الاهداف على المنتخب الياباني، والنتيجة بتتضاعف ل6 اهداف مقابل لا شيء لصالح الفريق الالماني من قبل شنايدر اللي سجل دبل سوبر هاتريك، حرفيا جنون. وخلاص متبقي 5 دقائق على نهاية المباراة، واكيد المنتخب خلاص ما بقاش عنده اي فرصة للرد. هنا تسوباسا بيتضايق من الوضع وبيقرر يشعل في فريق نار الحماس، بس من جواه بيكون حاسس باليأس وبيتمنى لو يشارك في المباراة دي بأي طريقة. وبنشوف كمان هيوغا وهو في حالة يأس وعجز ومش عارف يعمل ايه ولا ايه اللي ممكن يعمله، بس بتشوف ميتسوياما بيقدر يقطع الكورة من شنايدر وبتوصل الكورة لهيوغا اللي بيكون خلاص هيسجل من خارج منطقة الجزاء، بس بنتفاجأ ان ده بيكون تمويه وبيعدي من الدفاع وخلاص بيستخدم تسديدة النمر وبيسجل الهدف الاول على واكاباشي اللي مش بيتحرك من الاساس. وهنا بتنتهي المباراة، وبنشوف واكاباشي وهو متضايق من هيوغا لانه ما سددش من خارج منطقة الجزاء، وبكل استفزاز بيقول لهم ان الهدف ده هدية منه على جايتهم لنا، بس على منوالهم ده مش هيفوزوا في اي مباراة. هنا بنشوف هيوغا بيتعصب جدا وبتحصل مشكلة منهم كبيرة جدا، بس بيتم لم الموضوع على يد القائد هيوغا اللي بيسلم شارة القيادة لميتسوياما وبيمشي وهو متضايق جدا. وبعد انتهاء المباراة بنعرف ان كل تصرفات وعمايل واكاباشي الغريبة دي كانت بسبب المدرب اللي طلب منه يعمل كده علشان المنتخب يدرك مدى قوة الفرق الأوروبية، وبيجيله ميكامي وبيعتذر منه انه خلاه يعمل كده وانه ما كانش متوقع ان الوضع يوصل للمرحلة دي، وبيعترف واكاباشي بتطور هيوغا الكبير. وبنرجع بعدها للفريق الياباني اللي بيكون متحطم بالكامل بسبب الهزيمة الساحقة دي من أول مباراة ليهم في أوروبا، بس بيقرروا انهم لازم يكونوا أقوى. وبعد انتهاء واكاجيميزو من علاج إصابته بيكون هيوغا مستنيه، ولما بيسألوا وهم في العربية عن هل تسديداته أقوى فبيرد عليه واكاجيميزو بيقول له بصراحة تسديدات شنايدر هي الأقوى. هيوغا مش بييأس لأن استسلم لازم أتطور، وأثناء ما بيسوق بيهم كتغييري بيديله هدية من مدربه القديم كيرا. وبنعرف بعدين ان الهدية دي بتكون عبارة عن كورة بتزن 3 أضعاف الكرة العادية، وده علشان تخلي رجلك يوغا تكون أقوى ويقدر يواجه نجوم العالم. وفعلا بتشوفوها بيتدرب بيها، وبيكون في نفس الوقت ده ميتسوياما هو كمان بيتدرب لأنه بقى الكابتن الجديد عشان يترقى لتطلعات المنتخب. وتاني يوم بيكون المنتخب في طريقه لملعب برلين اللي بنعرف انهم هيلعبوا فيه النهارده فريقين، ومن ضمنهم الفريق الايطالي اللي الحارس بتاعه انقذ اخت شنايدر. وبنشوف يوغا وميتسوياما وهم باين عليهم التعب من تدريباتهم طوال الليل. المهم بيوصلوا الملعب اخيرا وبيقابلوا واكاباشي اللي بنتفاجئ انه هيكون لاعب معاهم في المنتخب من بدايه بطوله فرنسا الدوليه. وبيوصل كمان فريق برمين اللي بيكون لاعبها الافضل مشهور جدا، والغريب انه بيروح يسلم على تسوباسا وبيكون فاكره هو كابتن الفريق، بس بيفهمه تسوباسا ان هو الكابتن. وفي اللحظه دي بيحضر كمان الفريق الايطالي. نعرف ان المباراه الاولى للمنتخب الايطالي النهارده هتكون ضد برين، ومنتخب اليابان برضه على وشك البدء. وبنتفاجئ كمان ان تسوباسا مش هيشارك في المباراه دي برضه بسبب غيابه عن المعسكر. المهم بتبدا المباراه والكره بتكون مع تشيستر من فريق برمين اللي هيوغا بيهجم عليه بكل قوته، ولكن بنتفاجئ بتشيستر بيعمل حركه خرافيه جدا وبيتفاداه بكل انسيابيه، وبيستمر الحال ده لصالح برين. وبتكون المباراه بالكامل تحت سيطره تشيستر اللي بيقدر يمرر الكوره لفريقه بكل دقه وبيخترق
بيخترق كمان الدفاع بمراوغات أسطورية، وبتتوالى الأهداف على المنتخب لحد ما بتوصل النتيجة 3-0 لصالح فريق بريمن. وبنشوف بفضل دقة وعدم أخطاء تشيستر في الملعب بيكون محبوب جدا من قبل الجماهير لدرجة إنه بيتم إطلاق عليه لقب حاسوب الملعب، وبيتفرج الفريق الإيطالي هو كمان عليه وبيكونوا مبهورين بأدائه. المهم بينتهي الشوط الأول وبنتفاجأ إن بيتم تبديل تشيستر ولاعب الهجوم اللي معاه، ودي تعتبر إهانة للمنتخب الياباني. وبنكمل المباراة وفعلا المنتخب بذل كل ما في وسعه في الشوط الثاني وسجل هدفين، بس للأسف بتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 لصالح بريمن اللي صمت حتى بدون تشيستر أو مهاجم الفريق، وبكده دي تكون الهزيمة الثانية للمنتخب. وبنشوفهم هم محبطين جدا على دكة الانتظار، وفي اللحظة دي بتبدأ مباراة برمين والمنتخب الإيطالي اللي بنشوف الحارس بتاعه بيعمل أداء عظمة داخل الملعب. وفي اللحظة دي بيكون هيوغا عمال يتدرب بالكرة اللي اداله مدربه كيرا، وبيتوعد ان في المباراة الجاية ضد إيطاليا هيبذل كل ما في جهده للفوز فيها. بنرجع للمباراة اللي بنكتشف ان الفريق الإيطالي هو اللي فاز بنتيجة 1-0 بفضل حارسه جينو الرقم 1 في أوروبا، وبكده هتبدأ المباراة الثانية للمنتخب الياباني ضد المنتخب الإيطالي. بس بنتفاجأ يا صديقي المدرب ميكابي داخل عليهم بيقول لهم المنتخب الإيطالي رفض يلعب ضدهم، انتوا حشرات. كمان اللعب معاهم يعتبر مضيعة للوقت، وفعلا بتشوف المنتخب الإيطالي هو بيحاول ياخد منهم الكورة ولكن بدون أي فايدة. هنا أول ما بيسمع الفريق ده بيتضايق، وخصوصا سوباسا اللي بياخد الكورة وبيتحداهم علشان يوريهم مين هم المنتخب الياباني. وفعلا بتشوف المنتخب الإيطالي بيحاولوا ياخدوا منه الكورة، بس على مين؟ ده تسوباسا اللي بيعدي من الكل حرفيا بسرعة وقوة تتخطى المنطق. لو مش بس كده ده كان بيستخدم تسديدته الهابطة وبيسجل جول لدرجة ان الحارس رقم 1 في أوروبا نفسه ما قدرش يعمل ضدها أي حاجة. إنه تسوباسا عملاق الملعب يا سادة، حرفيا كل من في المكان واقفين في صدمتهم، وإن ليه أصلا لاعب بالجمدان ده مشارك في المباراة اللي فاتت؟ ما شاركش. وهنا بيفهم تشيستر إنه ما أخطأش لما قال إن تسوباسا هو الكابتن. وبنشوف بعدها ريو هو بيترجى كل الفريق إنهم يخلوا تسوباسا يلعب المباراة الجاية لأنه هو الأمل المنتخب، وفعلا بنشوف كل الفريق بيوافق حتى هيوغا نفسه. وفي اللحظة دي بيجي لهم كتغيير بخبر إن فريق هامبورغ وافق على دم وكباشي نفسه للمنتخب الوطني، وكمان البطولة هينضم فيها شخص تاني وهو ميساكي اللي هيردد رقم 10. وطبعا كل الفريق بيتفاجأ بالخبر ده. وعلى سيرة ميساكي فبنعرف انه حاليا في فرنسا وبيكون قدام ملعب تدريب المنتخب الفرنسي، واللي ممنوع اي حد يدخل يشوف ايه اللي بيحصل جواه، ولكن بيطنش ده هو واصحابه وبيتسللوا لجوه. وفور دخولهم بينبهروا بلاعب لعيبة المنتخب، وخاصة اللاعب يير اللي مستواه يقارن مع المحترفين. وهنا بنكتشف ده هو صاحبه وبيتسللوا لجوه. وهنا بنكتشف ان اللاعب ده قابل ميساكي قبل كده اثناء ما ميساكي كان بيلعب بالكوره على السلم، وخد منه الكوره وكان خلاص ميساكي هيقع بس بينقذ نفسه. وبعدها كل واحد فيهم بيقدر يعرف التاني عن طريق سماعات الاشاعات، وبيقرر انهم يدخلوا تحدي مع بعض. وفعلا بنشوف ان مهارات كل واحد فيهم بتكون جامده جدا، والمفاجاه انها تكاد تكون متكافئه كمان. وبتيجي الكره الاخيره اللي خلاص هتحسم المنافسه بينهم، بس بنشوف فلنة الرقم 11 بتغطي عليهم وبيتم اعتراض التحدي. وبنكتشف ان اللي عمل كده بيكون كاتاكيري اللي بيفهم ميساكي ان دي هتكون فلنته، ان تم دعوته للانضمام لمنتخب الياباني علشان يلعب في بطولة فرنسا الدولية. وبنرجع للحاضر اثناء مشاهدة ميساكي للمباراة، وبيقرر انه ينزل ويبذل كل مجهوده علشان يقدر يبقى مع المنتخب. بس ده بيتجنن وبيلبس فلنة المنتخب وبيقرر انه يختبر مهاراته ضد الفريق الفرنسي اللي يعد من اقوى الفرق الاوروبية. وفعلا بينزل لهم الملعب ومحدش من الموجودين فاهم هو ابن المجنون ده بيعمل ايه هنا. بس بنشوف فجأة شخص بيظهر قصاده فبيبصيله الكرة، وبنكتشف انه بيعرف يلعب وبيكونوا ثنائي خارق مع بعض وبيعدوا من الفريق بالكامل. وفي اللحظة دي بيشعر ميساكي كأنه بيلعب مع تسوباسا بالظبط، واخيرا بيسجل هدف. وبعد كل ده بقى ميساكي بيعتذر لهم على اللي عملوا فيهم، انه كان عاوز يختبر مهاراته. يا راجل ما حصلتش في تاريخ اليابان. هنا بيتفهم بيير واللي معاه الموضوع لما بيسألوا عن اذا كان يعرف الشخص ده او لا، فبيقول لهم ميساكي انه ما يعرفوش. وبنشوف الشخص ده هو بينطط بالكرة، وفجأة بنشوف هو بيسدد التسديده، واللي بنتصدم انها حرفيا بتكون قويه جدا ومجنونه وبيصدم ميساكي وبيير. وبنرجع بعد كده للمنتخب الياباني في المانيا، هم بيدوروا اكتر بعد خسارتهم لمرتين ورا بعض من قبل هامبورغ وبرمين. وحتى تسوباسا هو كمان بيحاول يرجع قوته العضليه اللي فقدها اثناء الاصابه. وتاني يوم هتبدا مباراتهم الجديده واللي هتكون ضد ناشئين بايرن ميونخ اللي انتقل لها شنايدر، ولكن بما انه لسه منتقل فيقعد على دقه البدلاء. واخيرا بتبدا المباراه والكره مع تسوباسا اللي واقف سرحان في نص الملعب وبيفكر ازاي هيقدر يفوز في المباراه دي. كل الموجودين حرفيا مستغربين من اللي هو بيعمله، وبيهجم عليه 3 من الفريق الخاص، بس ده ولا يهمه وبينطط بالكره وبيعدي من فوقيهم وبينطلق ناحيه
مرمى ميونخ وبيكون ثنائي مع تاكيشي جبار اللي بيرجع له الكرة تاني، وتسوباسا ما بيسميش وبيسدد التسديدة الهابطة من مسافة بعيدة وبيسجل الهدف الأول. وهنا كل من في المكان بينبهروا بالأسطورة تسوباسا حتى لاعبي بايرن ميونخ، وبيحتفل الفريق بالهدف الأول. تستأنف المباراة والكرة بتكون مع فريق ميونخ اللي بيشنوا هجوم مضاد وبيتوعدوا برد الصاعصاعين، وبيكون بينهم تناسق خارق. ولكن بيجي ميتسوياما قلب الدفاع وبيقطع الكرة منهم وبيديها لتسوباسا اللي بنشوفها بيعدي من كل اللاعبين بأسلوب لعب حرفيا لا يصدق، لدرجة ان شنايدر نفسه فتح بقه من الصدمة ومبهور بلعبه وقوته الكروية. ولكن بعد ما بيجذب المدافعين ناحيته بيقرر انه يمرر الكرة لهيوغا اللي بيسدد تسديدة النمر الساحقة وبيفرتك الشبكة والحارس مش بيشوفها اصلا، وبكده تكون النتيجة 2-0 لصالح اليابان. وكباشي بيقول لشنايدر ان الفريق بقى اقوى لما تسوباسا لعب معاهم تاني، وشنايدر بيقول له ان اللاعب رقم 9 كمان تسديدته بقت اسرع من الاول، وده اكيد تأثير اللاعب رقم 10 واللي هو تسوباسا. وبيبدأ فريق ميونخ ثاني وبيكونوا عايزين يتعادلوا باي طريقة عشان يقلبوا الطاولة عليهم، وبيمرروا كرات سريعة جدا ما بينهم. وقبل ما يرجع تسوباسا عشان يدافع بينده عليه القائد ميتسوياما وبيقول له يفضل في مركزه وهم اللي هيرجعوا. وبالفعل بينده ميتسوياما على باقي اللاعبين وبيقدر بعزيمتهم انهم يقطعوا الكرة منهم، ولكن بتعلى الكرة لفوق لان بيكون لاعب ميونخ في نفس قوة جيتو، وبتنزل الكرة قدام هانزر من فريق ميونخ، وحتى سودا مش بيقدر يقطعها منه. لما إيشازاكي بيحاول وكمان هانز يمرر الكرة لصديقته سبيل من بين رجلين إيشازاكي وبيسدد سبيل، لكن بيقدر وكاجيميزو انه يصدها. وحتى بيبدأ المنتخب الياباني هجمة جديدة وبيضغط 3 لاعيبة على ميتسوياما، لكن بيحجز على الكرة ومحدش بياخدها منه وبيستغل الثغرة وبيمرر لقدام اللي بيعدي من واحد، لكن فجأة بيلاقي الكرة اتقطعت منه عن طريق بلوتن اللي بيدي كرة عالية لصديقه وبيحطها بدماغه، لكن وكاجيميزو بيستخدم حركة كاراتيه وبيصد الكرة، لكن الكرة بتنزل قدام هانز اللي بيكون هيسدد، لكن بيتفاجئ ان الكل بيمرر لصديقه واللاعب الابرز في ميونخ وهو ماير اللي بيسدد تسديدة قوية، لكن وكاجيميزو بيصدها بكل براعة. وبكده بينتهي الشوط الاول بنتيجة 2-0 لصالح اليابان. وفي غرفة اللاعبين بيشكرهم ميسوغي على مواجهتهم ومجهوداتهم ونصايحه ليهم اللي ساعدتهم كتير. بتتحمس اللعيبة للشوط الثاني وبيكونوا ناويين ينزلوا ياكلوا النجيلة، وبيروح بقى للمدرب اللي بيطمن على اصابة وكاجيميزو، لكنه بيقول له انه بخير وانه هو حارس المرمى الاساسي للمنتخب ويحمل المرمى للنهاية. ومع بداية الشوط الثاني بيهاجم فريق ميونخ بكل قوة عشان متأخرين وبيسدد ماير، لكن وكاجيميزو بيصدها وبيبان عليه التعب، ودي بتكون سادس تسديدة من بداية الشوط. فريق ميونخ اداؤه بيختلف عن الشوط الاول وبيرمي وكاجيميزو الكرة قدامه، لكن بيستحوذ عليها فريق ميونخ، ولكن إيشازاكي مش بيستسلم وبيكون اصدقائه بيتفرجوا عليه ومبسوطين منه لانه دايما كان بيخسر معاهم وكان هو كابتن الفريق بتاعهم، وبيفرحوا جدا لما بيلاقوه دلوقتي بقى هو في منتخب الناشئين متألق كمان وبيلعب جنب تسوباسا في اوروبا. لكن للاسف بتكمل المباراة وإيشازاكي بيعطس واللاعبين بيبعدوا عنه وبيعدوا منه بكل سهولة. كسفتهم بعد كل الكلام الحلو ده عنك، ولكن المهم ان وكاجيميزو بيقدر يصد كل هجمات ميونخ وبيقول لإيشازاكي يركز وبيديله الكورة. وإيشازاكي المرة دي بينطلق وبيحاول انه يراوغ، ولكن كنيف من فريق ميونخ بيقدر انه يقطعها منه وبيمررها لماير، ولكن إيشازاكي مش بيستسلم وبيقدر يشتت الكورة قبل ما توصل لماير، وبيستلم الكورة دي تسوباسا اخيرا وبينطلق وبيتقدم التوأم تاتشيبانا وبيمرر لهم لتسوباسا الكورة عشان يستمروا في تمريراتهم المتواصلة بينهم لحد ما يتقدموا اكتر ويحرزوا الاهداف. واحد منهم بيمرر الكورة لتسوباسا عشان لاعبين ميونخ يركزوا عليه، وهيوغا والتوأم بيتحركوا بحرية، وبالفعل بعد كده بيمرر الكورة لهيوغا تسوباسا، ولما بيتزرق بين اللعيبة بيطلبها منه تسوباسا علشان يمررها بتمرير الكعب بتوصل للقائد ميتسوياما اللي بيكون قدام المرمى وبيسدس تسديدة قوية جدا زاحفة بتخترق شباك فريق ميونخ. وبيقرر ميتسوياما انه يسمي تسديدته دي بالعقاب البريء لانها بتشبهه لما بيجي يصطاد فريسته. وبعد الهدف الثالث لمنتخب اليابان بيكون فاضل 5 دقايق على نهاية المباراة، مدرب منتخب اليابان بيعمل تبديل وبيطلع وكاجيميزو وبينزل حارس المرمى مورياساكي، وبيحاول فريق ميونخ انه يسجل باي طريقة عشان النتيجة المخزية دي، وبينطلقوا كلهم لقدام لانها اخر هجمة. وبيحاول التوأم انهم يوقفوا ماير لكنه بيقدر يعديهم وبيخدع سودا وجيتو قبل ما يتدخلوا عليه، وبيمرر الكرة من قدامهم لصديقه وبينطلق علشان صديقه يرجع له الكرة وبيمررها الماير لهانز عشان يسجل، ولكن مورياساكي بيقدر انه يصدها بكل مهارة. بس المشكلة ان اللاعب فيلم من فريق ميونخ بيجري ورا الكرة المشتتة، ولكن نيتا لسه صاحي برضه وبياخدها قبل ما توصل له وبيحول الكرة لهجمة مرتدة وبيعمل 1-2 ولا اروع مع صديقه عشان يبقى نيتا قدام المرمى
بيسدد تسديده ولا اروع. ولكن في الاوقات دي واحد بس يا صاحبي اللي بيكون موجود، ايوه صاحبنا تسوباسا اللي بيطلع لفوق عشان يعمل دبل كيك اسطوري بيفشخ شباك فريق ميونخ بهدف رائع. بتنتهي المباراه بفوز ساحق لمنتخب اليابان 4-0، وبيفرح كل اللاعبين بفوزهم في الجوله الاولى في الدوري الاوروبي، وكل ده بفضل تسوباسا اللي احرز هدفين وصنع 2 زيهم. وبيقوم شنايدر من جنب وكباشي وهو ماشي بيقول لنفسه انه عمل الصح بانه اتفرج على المباراه دي، لانه بكده اكتشف مين اللي هيكون العقبه. لازم انه يوقف ناشئين فريق منتخب اليابان وخاصه تسوباسا. وفي الوقت ده بتكون ساناي بتساعد امها في البيت، واخوها تشوسي بينده عليها وبيقول لها ان منتخب الناشئين بيتصدر الاخبار على التلفزيون واولهم تسوباسا، وبتروح ساناي جري عشان تتفرج. وكمان وفي نفس الوقت بيكون اهل تسوباسا بيتفرجوا شايفين ابنهم على التلفزيون ومبسوطين. وبنعرف ان بعد هزيمه المنتخب الياباني لفريق ميونخ قدر انهم يهزموا فريق امستردام الناشئين برباعيه، وكمان سحقوا منتخب بلجيكا للناشئين بنتيجه 3-1. والمفروض ان تاني يوم هيروحوا لباريس عشان يشاركوا في بطوله فرنسا الدوليه. بالله بعد كده كومي قاعده مع صديقتها اللي بتسالها ايه اللي حصل، لانها كانت ناويه تقول حاجه لتسوباسا بعد البطوله الوطنيه، ولكن هي بتقول لها ان صحيح البطوله الوطنيه خلصت لكن كل اللي بيشغل بال تسوباسا هي الكوره. وفجاه بنلاقي يوكاري جايه من وراها وكمان ساناي، وبيتكلموا على طول على تسوباسا هيقعد مسافر على الفتره اللي هيقعد فيها تسوباسا مسافر. وبيوصل منتخب اليابان لفرنسا وهم في المطار بيكون المدرب ميسوغي بيتكلموا مع بعض بخصوص المباريات والتكتيكات. وبعدين المدرب بيفاجئ ميسوغي وبيقول له ان عارف انه مشتاق للاعب كره القدم وعشان كده سجل اسمه في البطوله دي كلاعب. وبالله تسوباسا بيسال كاتاغوري عن ميساكي، لكنه بيقول له انه تقريبا كده ما جاش المطار، لكن هو ادعاه للانضمام وكمان اداله الزي الرسمي بس ما هلهوش ايه هو قراره، وانه اكيد خايف ما يجريهمش بعد كل الفتره دي. القطاع بقاله 3 سنين يا جدع ما لعبش كوره. وبيفتكر تسوباسا اول مره اتقابل فيها هو وميساكي ولعبهم مع بعض بعد ما شكلوا ثنائي ذهبي. وبيروح الفريق بعد كده للسكن اللي هيقعدوا فيه، وبيقول لهم المدرب ان البطوله هتبدا بعد 3 ايام وعشان كده ما فيش تدريبات النهارده، وبيطلب منهم يرتاحوا. ولكن هيوكا بيكون طالع من اوضته وبيلاحظ تسوباسا اللي بيكون لابس ومعاه كره وخارج بيها، وتسوباسا بيكون رايح يتدرب بالرغم من تعليمات المدرب، وبياخد المره وبيفضل يجري بيها في الشارع زي اول يوم في ناتكاتسو. وبيكتشف المدينه مع صديقته كره القدم. بيقرر يروح لبرج ايفل، واول ما بيوصل هناك بيقابل ميساكي وبيجتمع الثنائي الذهبي بعد افتراقهم ل3 سنين. بيتكلموا مع بعض وبعدين تسوباسا بيسال ميساكي عن قراره في الانضمام ليهم، وميساكي بيقول له ان قرار وقرر يكمل معاهم. وبعد كده بيكون واحد بيتخانق مع مجموعه من الشباب وبتيجي ساناي وبتوقفه. بعد ما بيمشوا الشباب اللي بيتخانقوا بنعرف ان ده ملاكم مشهور في نانكاتسو واسمه كندا، وبتلاحظ ساناي انه ايده بتنزف فبتربطها له بالمنديل بتاعها وبيكون عليها اسمها. وبعدين بترجع لصاحبتها. وتاني يوم بنروح لتدريب الفريق وميساكي بيروح يسلم على اللعيبه وبيبداوا تدريب عشان فاضل يومين على البطوله. وبيتدرب تسوباسا وميساكي مع بعض وبيكونوا عاملين اداء ولا اروع. وبيرجع الثنائي الذهبي من تاني بالرغم اللي مر 3 سنين على افتراقهم، وبيعملوا مباراه تدريبيه. وبيبدا وكباشي يدي تعليمات للعيبه وبيقلل من جهود اللاعبين وادائهم وبينتقدهم على طول. وهيوجا بيتعصب منه وبينتهي التدريبات. وبيقعد اللعيبه وبيقولوا ان وكباشي اتغير من ساعه مباراتهم مع هامبورغ وهو بيتصرف بشكل لائم، وبيكونوا فاكرين انه بيعمل كده لانه اتدرب في اوروبا وشايف نفسه عليهم. وبعدين بالله وكباشي قاعد مع نفسه وبيجي له تسوباسا وبيتكلموا مع بعض، وبيقول وكباشي لتسوباسا انه حاليا مش بيخطط للاعب خلال البطوله لانه مش عايز يفسد الروح الجماعيه. وكمان بيفهم تسوباسا انه كان بيستفز اللاعبين بامر من المدرب، وبالفعل ده اللي حصل. حتى وكاجيميزو اسلوب لعبه اتطور بقى الحارس الاساسي للمنتخب وعشان كده هيسيبه ياخد فرصته. ولكن بيقول برضه ان بالرغم من تطورهم فمواجهه العالم هتكون صعبه، وكمان تسوباسا لازم يبقى حجر الاساس للمنتخب. وبنتفاجئ بهيوغا اللي بيكون وراهم وسابع الكلام ده كله بيكون فاضي اليوم على البطوله. وبيوصل المنتخب الالباني لفرنسا المترشحه للفوز بالبطوله للاعبين المتالقين، وبيوصل منتخب ايطاليا لفرنسا وبنلاقي منتخب الارجنتين بيتدربوا. وبيتفاجئوا بوصول المدرب ومعاه دياز وباسك اللي كانوا بيتفرجوا على مباراه المنتخب الياباني. ودياز بيقول انهم هيخلوا الاوروبيين يعرفوا ازاي بتتلعب كره القدم في المعركه الجنوبيه، وبيحفز اللاعبين. وبنروح بعد كده لمنتخب فرنسا وبيكون المدرب بيرحب بلاعب اسمه نابليون بانضمامه للمنتخب الفرنسي. وبيكون اللاعب ده هو اللي ساعد ميساكي في التغلب على المنتخب لما اقتحم الملعب بالكره علشان يواجهه. وبيستغرب بيير لما بيشوفه، وبنعرف ان نابليون بالرغم من مهاراته العاليه الا انه بيطرد كتير بسبب اسلوبه العنيف. وبيقرب نابليون من بيير وبيقول له انه بيحاول دايما يوصل له عشان يخلي منتخب فرنسا هو الافضل. بيكمل وكباشي بنفس طريقته المستفزه وسودا بيزعق فيه، لكن بيجي هيوجا وبيقف وبيقول له انه يوفر غضبه لمباراتهم ضد ايطاليا. وبنتفاجئ بميتسوياما اللي بيروح للمدرب ميكايامي وبيطلب منه يديه شاره الكابتن
لتسوباسا لانه احق منه بيها، والمدرب بيبص على تسوباسا اللي بيكون بيحفز اللاعبين وبيقول له ان عنده حق. وبتيجي يوم البطوله وبتدخل المنتخبات ال 12 للمشاركه في البطوله، وبتكون البطوله مكونه من 4 مجموعات وكل مجموعه فيها 3 منتخبات، واول منتخب هو المنتخب الالماني بقياده الامبراطور الشاب شنايدر، وبتكون المانيا المرشح الاول للفوز بالبطوله. ومعانا بعد كده المنتخب الايطالي اللي هيلعب ضد المنتخب الياباني في اول مباراه، وبيكون المنتخب الايطالي منافس قوي على البطوله، ومعاهم جينيو الملقب بالحارس الاول. وكان بيكون موجود منتخب الارجنتين اللي بيكون سلاحهم هو المهارات الفرديه لقائدهم دياز، اللي بيكون من نوع اللاعبين الفريدين اللي مش بيظهر غير كل 100,000 سنه. وما ننساش كمان منظمين البطوله المنتخب الفرنسي بقياده بيير، واخيرا وليس اخيرا المنتخب الياباني بقياده تسوباسا. تسوباسا بيشجع نفسه وبيقول انهم اكيد هيحصدوا كاس العالم، وبيفتكر ميساكي الايام اللي قضاها مع تسوباسا زمان، ولما كان مسافر كمان وتسوباسا حدف له كرة مكتوب فيها انهم هيلعبوا مع بعض في المنتخب. وبنرجع فلاش باك 3 سنين كده ورا، وبنشوف ابو ميساكي وهو بيعمل معرض للوحات بتاعته، وبيسأل له اصدقائه لرسم كل جبال اليابان وما رسمش جبل فوجي، وهو بيقول لهم انه كان بيفمر يسافر عشان يرسمه لكنه ما كانش مستعد للرسمه دي. وبعدين بيسأل واحد من اللي واقفين وبيكون هو اللي عمل المعرض، وبيقول له اذا كان امر في اكمال دراسته في فرنسا. هو بيقول له انه فكر في عرضه وانه بكده مش هيقدر يتاخد ميساكي ابنه معاه. وبعدين بيفاجئوا الشخص ده وبيقول له ان في حد جاي يقابله، وبتكون دي واحده اسمها يوميكو. وبيتفاجئ ابو ميساكي لما بيشوفها، وبنلاقي ميساكي كمان بيتدرب مع اصدقائه في فريق نيشيمان، وبيكون متالق كالعاده وبيسجل هدف، واصدقائه بيكونوا مبهورين بيه وبيقولوا انهم اكيد هيفوزوا على فريق ماتسورا. وبيلاقوا صاحبهم ميتسورو جاي متاخر كالعاده، وبيكون ميتسورو لابس نظاره وبيقول لهم انه كان عنده درس هو اللي اخره، شكله كده دحيح، واصدقائه بيتريقوا عليه وبيقولوا له انهم لعبوا ب10 لاعبين بسببه ان ميساكي هو اللي احرز الهدف. وبتيجي ميتسورو وبتاخده لانها مش عايزاه يلعب كوره عشان يكمل دراسته، وبيصعب ميتسورو على ميساكي. وبعد ما بيخلصوا تدريب بيجي كازو صاحب ميساكي وبياخده معاه للمطعم بتاعهم لان ابو ميساكو لسه ما جاش طوكيو. وهناك بيكون ابو كازو مبهور بميساكي لانه بالرغم من سفره هو وابوه الكتير هو برضه بيلعب كوره ومتفوق في دراسته، بيقول لابنه انه يتعلم منه. بيكون ميساكي مبسوط وبسبب ان شاف ميتسوري وام كازو كمان بيفتكر امه، ويا ترى هي مين. وبيرجع ميساكي البيت وبيقعد مع ابوه اللي بيساله اذا كان اكل كويس، وهو بيقول له انه اكل مع عيله كازو. وبعدين بيساله ميساكي عن المعرض وهو بيقول له انه كان تمام ونجح، وبيروح ميساكي بعد كده عشان يذاكر. وبيفاجئ ابوه بيقول له ان امه جات المعرض النهارده، وبيتصدم ميساكي لما بيسمع الكلام ده. ابوه بيقول له انه اتفاجئ لما شافها لانه سمع انها اتجوزت من شخص تاني قبل 5 سنين، وانه عدى 11 سنه من انفصالهم وما شافهاش من ساعتها. ولما بيساله ميساكي إيه اللي خلى امه تظهر فجاه كده، وابوه بيقول له انه شافها على التلفزيون وبتقول انها عايزه تعتني بيه بداله. وبنعرف ان لما ابوه انفصل عن امه قال لها ان هو اللي هيعتني بميساكي لانها لسه طايشه وانها ممكن تبدا حياه جديده، وهو يعتني بيه ويواصل رسم اللوحات اللي ما حدش يشتريها دي، ومش عايز يشوف وشها تاني. وبيسال ميساكي ابوه هو رد على امه بايه، فبيقول له ابوه انه هيروح لفرنسا عشان يدرس الرسم. والعرض ده كان متقدم له ورفضه عشانه لانه ما كانش هيقدر ياخد ميساكي معاه، ولكن دلوقتي يقدر يسيبه لامه ويسافر. وابوه بيقول له ان عنده موهبه في كره القدم لازم ينميها، وعلشان يقدر ينميها لازم يستقر، وانه كمان كان عايز يقعده مع تسوباسا والباقيين في نانكاتسو بس كان لازم يجوا هنا عشان شغله. وبيبدا ابوه يبكي لانه كان دايما بيبعده عن اصدقائه بس ما كانش بايده، وبيقرر انهم يروحوا بعد كده مباراه يوم السبت عشان يشوف امه في يوكوهاما، وبيروح ابوه معاه للمباراه. وبيجي ميتسورو كمان واصحابه بيقولوا له انه مش هيلعب، وبيقرر انه يقعد يشجعهم من مقاعد البدلاء. وبتبدا المباراه وبيقدر ميساكي يعدي من كل الفريق، وبيمرر الكره لكازو اللي بيسجل اول هدف وبيسجل الثاني والثالث، وبينتهي الشوط الاول. وبيطلب ميساكي من كازو انهم يخلي ميتسورو يلعب في الشوط الثاني لانه اخذ اجازه مخصوص عشان يجي يلعب، وسبب ان محدش راضي يبدل معاه لانه بقالهم كتير مش بيفوزوا. بيقول لهم ميساكي انه هو اللي هيبدل معاه، ولكن لحسن الحظ بيكون واحد منهم مصاب وبيخرج، وبيكون ميتسورو هو اللي هينزل مكانه وبيشكر ميساكي. ولكن فرحه ميتسورو مش بتكمل، وامه بتيجي وبتكون عايزه تاخده، والشوط الثاني على وشك انه يبدا، فبيفلت ميتسورو ايد امه وبيجري عشان يلعبوا قبل ما تلحقه. وبيوقفها ابو ميساكي وبيقول لها ان في كره القدم اول ما بتبدا المباراه ما ينفعش حد يدخل الملعب، وبيقول لها كمان ما تقلقش وتتفرج على ابنها وهو بيجري وسط الاطفال. وبتمرر الكره لميتسورو لما بتخبط في وش امه، وبتقول لابو ميساكي ان ابنها مش مؤهل للرياضات البدنيه عشان عايزاه يتفوق في الدراسه، وان ده واجب الوالدين. وهو بيقول لها ان السماح لابنها بممارسه هوايته من واجب الوالدين برضه، وحتى لو بصيت لابنك هتلاقيه سعيد لمجرد انه بيلعب كوره حتى بعد ما فقدها، والام بتبص وبتتاثر. وبيكون ميساكي بيشجع ميتسورو في الملعب وبيقول له يظهر مدى حبه للكره امام والدته عشان تغير رايها، وبالفعل بيقدر ميتسورو
انه يقطع الكره وبيمررها اي كلام، ولكن ميساكي بيروح له وبيقول لها انها تمريره رائعه وبيطلب منه يجري وبيديله كره قدام المرمى وبيسدد ميتسورو بوشه وبيسجل هدف وامه بتفرح. وفي المترو بيكون ميساكي نايم وابوه بيقول انه طفل لطيف وبيهتم بالاخرين وطول الوقت ما سالهوش عن امه وان اكيد كان عايز يقابلها. ولما بيستغرب ميساكي من بوشيكو ابوه بيقول له ان دي الطفله اللي هي انجبتها من زوجها الحالي وده معناه انها اخته. وبعدين بتخرج امه وبنتها في الحديقه وبيكون اول مره يشوف امه قبل ما ابوه يضرب الجرس. ميساكي بيمسك ايده بيطلب منه انهم يمشوا وبيقول له ان هو كمان عايز يروح فرنسا وبيبكي وبيقول له ان ده اسمه، بيقول ان اسمه تارو ميساكي مش تارو يوموكو. وبالفعل ابوه بيوافق وبياخده معاه لفرنسا. وبعد 3 سنين اخيرا قابل تسوباسا ويلعبوا سوا وبتنتهي افتتاحيه البطوله وبتبدا المباراه بين اليابان وايطاليا والكل بيكون متوقع فوز ايطاليا. وفي بنت لما بتسمع ده من 2 قاعدين بتكون عايزه تضربهم وبتقول لهم ما يقللوش من لاعبي منتخبهم الياباني وان ميساكي افضل من اي لاعب في فرنسا. بنعرف ان اسمها ازومو وبتكون صديقه ميساكي من فرنسا وبيجي كمان اصدقاء ميساكي الفرنسيين وبيدافعوا عن ميساكي وبيقولوا انهم هيشجعوا المنتخب الياباني والفرنسي. وبيكون ابو ميساكي شايفهم وبيقول ان ميساكي عنده اصدقاء رائعين وبيفتكر لما ميساكي قال له انه على قراره في انه هيلعب للمنتخب. قبل ما المباراه تبدا بيتصدم تسوباسا لما بيعرف ان المدرب عايز يديله شاره الكابتن، لكن المدرب بيقول له انه مش هو اللي اختار وان ده قرار ماتسوياما. وماتسوياما بيقول له ان عنده الحق اكتر منه وانه الوحيد اللي قدر يوحد الفريق في نص الجوله الاوروبيه. والكل بيكون موافق على الفكره دي وبيلبس تسوباسا شاره الكابتن، ولكن المدرب كان بيفاجئهم بان ميسوغي هيكون لاعب معاهم وهم بيفرحوا جدا. وبيعلن المدرب عن التشكيله اللي بيكون فيها نيتا وهيوغ في خط الهجوم وتسوباسا وسودا والتوأم تاجيبانا في خط الوسط وماتسوياما وايشازاكي وسودا وجيتو في الدفاع، واخيرا حراس المرمى وكاجيميزو وكاباشي. بيكون بيشجعهم والمدرب بيقول لميساكي انه عايز يراقب الفريق كويس وهم بيلعبوا في الشوط الاول عشان ما يشوفهمش وهم بيلعبوا قبل كده، ولكن لو في فرصه هيشارك في الشوط الثاني. وكاباشي وتسوباسا بيشجعوا اللاعبين من قبل المباراه. بيدخل المنتخب للاستعداد للمباراه، بيكون باقي المنتخبات كمان بيتفرجوا على المباراه وبيكون لاعبين المنتخب الايطالي بيبصوا على تسوباسا بسبب اللي عملوا فيهم لما رفضوا انهم يلعبوهم. والحارس جينو بيقول انه هيوقف تسديدات الصقر مهما حصل وبيتوتر تسوباسا من تحديق اللاعبين فيه وبيحذروا هيغا كمان منهم. بتبدا المباراه عن طريق المنتخب الايطالي ولاعبين اليابان بيضغطوا، ولكن بيقدر لاعبي ايطاليا انهم يوصلوا للمرمى بالتمريرات، ولكن لاعب ايطاليا بيخدعهم وبيمرر لورا. المدرب بيقول انه لاعبين اليابان تاقلموا مع اسلوب اللعب الاوروبي، لكن برضه منتخب ايطاليا مختلف. والكره بتوصل للمهاجم تارديل اللي بينط وبيسدد راسيه روعه، لكن وكاشي بيمسكها وبيوصلها بعد كده للكابتن تسوباسا اللي بياخدها وبيعدي كل اللاعبين بمهارته العاليه وبيمسح بكرامتهم الارض، ولكن واحده بيوقعه وبياخد تسوباسا فاول. ولكن تسوباسا بيفضل واقع وبيقلق عليه زمايله بسبب اصابته القديمه، ولكن بيقدر تسوباسا انه يقوم تاني وبيقول يوغا انهم اكيد عارفين مهاره تسوباسا في المراوغه عشان كده ما عندهمش اي طريقه غير دي. وبيكون كتغييري واقف بيتفرج وبيقول انه مش هيقدروا يوصلوا للقمه بدون تسوباسا. وبنتفاجئ بروبرتو هو كمان جاي يحضر المباراه وبينطلق وبيعمل واحد من اللاعبين تاكلينج كده عليه، ولما بينط تسوباسا من فوقيه اللاعب بيرفع رجله وبيعوره والحكم بيصفر تاني. بيلعب الفاول واحد من التوأم وبيكون عايز يتجاهل تسوباسا ويمرر لحد تاني بسبب تركيز للاعبين ايطاليا عليه، لكن بيجي يوغا وبياخد الكوره وبيمرر لتسوباسا وبياخد الكوره وبينطلق بهجمه مرتده وبيعمل 1 2 روعه مع سودا، ولكن برضه بيجي لاعب من وراه وبيوقعه بسبب اعتراض اللاعب. بياخد انذار وتسوباسا بيقول لاصدقائه انه هيقدر يسدد من المسافه دي، ولكن لما بيقولوا له ان منتخب ايطاليا عارفين التسديده بتاعته بيقول تسوباسا انه عشان كده هيسيبها لماتسوياما. بيستعد لاعبي ايطاليا للركله الحره وبيعملوا الحائط وبيكونوا متاكدين ان تسوباسا هيعمل تسديده وبيصفر الحكم وبيكون تسوباسا راح يسدد، لكن بيوهمهم على اخر لحظه وبيجي ماتسوياما من وراه وبيسدد تسديده العقاب البري من تحت الحائط، ولكن بيقدر جينو انه يصدها وبيرمي الكره بعد كده عشان الهجمه المرتده، لكن بنكتشف ان رماها لتسوباسا وهو بيقول له تعالى وريني نفسك يا باشا. وبالفعل بيسدد تسوباسا تسديده قويه، لكن بيرجع جينو خطوه لورا وبيقف على خط المرمى وبينط وبيصد الكره بكل مهاره. يخرب بيتك يا جدع الجمدان ده، ولكن الكره بتدور في ايد جينو من القوه بتكون هتاخده وتدخل المرمى، لكن بيستخدم ايده الثانيه وبيوقفها وبيقع على الارض وبتكون الكره تحت ايده على خط المرمى، وبيكون تسوباسا واصدقائه مصدومين والجمهور بيبدا يسقف لجينو، وبيكون وكاباش واقف بره ومتعصب وبيقول ان هو حارس رقم 1 في اوروبا مش جينو. وبيلاحظ المدرب ميكامي ده وبيكون عارف انه عايز يدخل للعب وبيحفز تسوباسا اللعيبه وبيقول لهم ان المباراه ما خلصتش وان تسديده الصقر هي شكل من اشكال مهارات، وان روبرتو علمه تسديده الصقر ودي تقنيه واحده من تقنيات كتير، وحماسهم بيزيد لما الخصم لازم يكون اقوى. وبنكمل المباراه المنتخب الايطالي بيستحوذ على الكره بالتمريرات، ولكن بيقدر تسوباسا انه يقطعها منهم وبياخد الكره وبينطلق بمرتده، وما لاعيبه ايطاليا بيضغطوا عليه بيعمل نفسه هيمرر لهيوغا ولكن بيخدعه وبيعدي.
بيفضل تسوباسا يراوغ في اللعيبه واحد ورا التاني، وبعد ما يسحب كل الدفاع بيمرر الكره لهيوغا اللي بيسدد كره ولا اروع، ولكن جينو بيكون واقف مستنيه وبيصدها بكل مهاره، وبيعرف تسوباسا وهيوغا انهم قدام حارس خطير. وبعد كل الفرص الضايعه دي بيستحوذ المنتخب الايطالي على الكره وبيمرروا تمريره عاليه، ولكن التوأم تاتشيبانا بيعملوا حركه اعصار المحيط وبيقطعوا الكوره وبيوصلوا الكوره لتسوباسا اللي بيمرر لنيتا عشان يسدد نيتا تسديده رائعه، ولكن كالعاده جينو بيصدها وبيرميها للاعبي ايطاليا، لكن جيتو بيقدر انه يقطعها وبيمرر لتسوباسا اللي بيلمسها لمسه واحده لسودا وبيرجع له الكوره مره تانية قدامه وبيطلب يوغا الكوره، ولكن تسوباسا بيرفع فبيمررها بالكعب لسودا اللي بيسدد تسديده ملتفه ورائعه جدا، لكن جينو مش بيسيبهم في حالهم وبيوقف الكوره بايد واحده، وحرفيا المباراه بتكون بين المنتخب الايطالي او تحديدا بين جينو من المنتخب الايطالي والمنتخب الياباني. بنلاقي بيير مع احصائيات جينو وبيتفاجئ لما بيعرفوا ان شباكه كان نظيف لمده سنه كامله، وبيكون جينو واقف وبيقول انه لو ما قدرش يحمي مرماه فهيضيع تعب سنه كامله، لان اخر مره استقبل فيها هدف كانت من قبل سنه على يد شنايدر. وكباشي بيقول لميساكي احرازهم هدف في المباراه دي هيكون صعب، لان قبل سنه لاعب منتخب ايطاليا قدر شنايدر انه يجيب هدف التعادل في اخر دقيقه، والموضوع كان صعب وبينتهي الشوط الاول بتفوق المنتخب الياباني في الهجمات والنتيجه بتكون تعادل سلبي. بيقول تسوباسا انه يحسم النتيجه في الشوط الثاني ويسجل، فجاه بيلاقي الجماهير يقولوا ان ادائهم كان رائع، وبيكون لاعبي ايطاليا ماشيين مع جينو وبيقولوا انهم سمحوا لهم بالهجوم في الشوط الاول، ولكن الشوط الثاني هيسحقوهم تماما. بيستغرب تسوباسا لما بيلاقي لاعبي المنتخب الايطالي مش قلقانين، وبالرغم من كل الهجمات اللي كانت عليهم وفي غرفه تغيير الملابس بيكون لاعبي المنتخب الياباني متحمسين جدا للشوط الثاني، ولكن بيقول لهم تسوباسا انهم لازم ياخذوا حذرهم، والمدرب كمان بيقول لهم كده لان المنتخب الايطالي مرشح للفوز. وبعدين بنلاقي كاتاغاري رايح يتكلم مع روبرتو وبيساله اذا كان هو فعلا، وبيبدا الشوط الثاني بدون اي تبديلات، وبيدي تسوباسا المره الكوره السوداء اللي بيلاقي المنتخب الايطالي بيضغط بكل قوه وبيقطعوا منه الكوره وبيمرروا تمريرات سريعه جدا، ولكن بيجمع سودا وبيقطع الكوره من مره ثانيه، وبيتقدم جيتو كمان عشان يهاجم المنتخب الايطالي، ما حدش منهم بيرجع يدافع وبيمرر جيتو الكوره قدام عند تسوباسا، وبنكتشف ان لاعبي ايطاليا اصلا كانوا بيخططوا لخروج دفاع اليابان من مكانهم، هو ده اللي حصل، وبينط جينو وبيصد الكوره من قدام هيوغا، ولكن بيكون هيعدي منطقه الجزاء وبيفلتها من ايده وبيتجه ناحيته تسوباسا، لكن جيتو بيمررها هو في الهواء، وبينطلق المنتخب الايطالي بهجمه مرتده بعد ما الدفاع بقى شبه خالي بسبب تقدم جيتو وسودا، وبيمرر اللاعبين تمريرات سريعه جدا، وبيخرج وكاشيميزو من مرماه عشان يقطع الكوره، لكن اللاعب بيمرر لزميله وبيسجل الهدف، وبيحاول تسوباسا بهجمه تاني بتستكمل المباراه، لكن المنتخب الايطالي بيقفل كل خطوطه، واضح ان ميساكي هينزل عشان بيحمي. ساعتها تسوباسا بيهجم هجمه تانيه بتسديده الصقر على جينو، ولكن جينو بيقدر يصدها وبيرجع بيصدها، وبيكون حل غير تسديده الصقر لانها مش راضيه تعدي منه. بتستأنف المباراه، بيلعب ميساكي رميه التماس لميساوا بعد ما نزل اللي بيرجعها له تاني، وبيعدي ميساكي من اللعيبه بسهوله وبيمرر تمريره طويله، وبيفتكر لما ابوه كان بيقترح عليه انه يلعب في نوادي كبيره في فرنسا، هو رفض وقال له انهم جايين هنا عشان ابوه يرسم، ولو لعب في نادي فمش هيقدر يرجع اليابان تاني، وانه مش هيلعب بشكل جدي غير للمنتخب بجانب تسوباسا. وبنرجع للمباراه وبتوصل التمريره لتسوباسا وبتبدا عوده الثنائي الذهبي، بيمرروا تمريرات سريعه بينهم هما الاثنين، وبيتجه كل مدافعين ناحيتهم واحد منهم، ولكن ميساكي بيقدر يعدي بالكره، وقبل ما يوصل المرمى بيوقعوا لاعب من ورا، ولكن بيكون تسوباسا واثق ان ميساكي هيمررها له برضه، وبالفعل بيتزل لما يوصل للارض وبيمرر لتسوباسا اللي بيخرج منه المراقبه وبينط وبيكون هيسدد دبل كيك، ولكن بيلاقي جينو بيتجه ناحيته، بيمرر لميساكي تاني وبيستعد ميساكي عشان يسدد راسي، وبيتجه جينو ناحيته بسرعه، فبيخدعه ميساكي وبيمرر تاني لتسوباسا اللي بيسدد كره راسيه بيفشخ بيها مرمى جينو بعد الحفاظ على شباكه النظيفه لمده سنه كامله قضى عليه الثنائي الذهبي. وبكده بيتعادل المنتخب الياباني والكل بيفرح والجمهور بيهدف لتسوباسا وميساكي، ومن روعه الهدف حتى الجمهور الفرنسي بيشجعهم كمان، ويقوم جينو وبيحفز اصحابه وبيقول لهم انه لسه في وقت لقلب النتيجه، ودلوقتي هيخلوا تارديلي في الهجوم والباقيين هيفضلوا في الوسط لمراقبه الرقم 10 والرقم 11، ولازم ما يدهمش الحريه ويغيروا خطتهم ل 4-5-1، ولازم في اسوأ الاحوال المباراه تنتهي بالتعادل. وبتستمر المباراه، ولكن المراقبه على تسوباسا وميساكي بقت شديده، ولكن بيقدر سودا انه يقطع الكره وبيتقدم وبيمرر
بيمرر الكرة لهيوغا، وبيكون الكل فاكر ان هيوغا هيسدد من بعيد، لكن هيوغا بيقرر انه يمرر ويتجه ناحية تسوباسا وميساكي، لكن جينو بيطلع ويصدها. وبيكون لاعبي المانيا نفسهم يكون معاهم حارس زي ده، لان نقطة ضعفهم هي الحراسة، وانهم كده بيتمنوا ان وكاباشي ياخد الجنسية عشان كده يقدر يلعب معاهم كواحد منهم. لكن واحد منهم بيقول لهم ان اسم الولد الاسطوري اللي ما دخلش في مرماه هدف وهو ما عداش ال 15 ثانية هيجي يلعب معاهم، وكلهم بيتصدموا. وبعدين الكرة بتوصل لتردلي، لكن إيشازاكي بيقدر يقطع الكورة، وبنلاقي دياز قاعد بيقول ان مش مهم اذا كانت ايطاليا بتحاول تحافظ على النتيجة، لان منتخب الارجنتين هو اللي هيفوز في النهاية. بيمر الوقت بعد كده وبيكون تسوباسا وميساكي مراقبين بشدة، وبيقرر إيشازاكي وجيتو انهم يسيبوا الدفاع ويساعدوه، لكن ماتسوما بيقول لهم لا عشان ما يكررش نفس الغلط اللي فات. وبيكون فاضل 3 دقايق على انتهاء المباراة، وبيقدر ساودو يقطع الكورة وكمان يوصلها اخيرا لتسوباسا، والجمهور كله بيشجع اليابان عشان زهقوا من طريقة لعب ايطاليا الدفاعية الرخمة. وبينطلق تسوباسا بالكرة وبيراوغ اللاعبين واحد ورا التاني، وبيمرر كرة طويلة لميساكي اللي بياخدها جري ناحية الكورة، وبيسدد تسديدة صاروخية على الطاير، ولكن للأسف جينو بيصدها صد ولا أروع حرفيا. الله عليك يا ابني. بيبدأ المنتخب الإيطالي في بناء هجمة مرتدة سريعة، وإيشيزاكي بيقول لميتسوياما إنه كان عنده حق في عدم تركهم الدفاع، وبالفعل بيستمر دفاع المنتخب الياباني في صد هجمات إيطاليا، وتكون في كرة عالية جدا، ولكن وكاجيميزو بيطلع يصدها ويحدفها لقدام عشان توصل لتسوباسا في آخر دقيقة في المباراة. وبينطلق تسوباسا ومعاه ميساكي وساودوا وكمان هيوغا، وبيحاول تسوباسا وميساكي يزودوا بسرعة التمريرات بينهم عشان الوقت، وبالفعل يقدروا انهم يوصلوا لمرمى المنتخب الايطالي في المكان اللي جينو مستنيهم فيه. وبعد ما ميساكي بيمرر الكرة لتسوباسا بيجي لاعب ويقع ميساكي، ولكن الكرة بتوصل لتسوباسا والحكم مش بيحسب الفاول، وبسبب عدم قدرة ميساكي انه يكمل بيقرر تسوباسا انه ينطلق لوحده، وكل المدافعين بيحاولوا ياخدوا منه الكرة حتى لو كان بالخطأ، وكمان بيمسكوه من التيشيرت، وتسوباسا بيندفع برضه وبيقاوم، والتيشيرت بيتقطع، وبيقدر كمان يرفع الكرة بكعبه من فوق اخر مدافع، وبينط كمان لفوق عشان يعمل دبل كيك ويسدد تسديده قويه في الزاويه الشمال، ولكن الاخطبوط جينو بيقدر انه يصدها، ولكن الامل مش بيروح لان الكرة بترتد لتسوباسا تاني، وبيسددها تسوباسا بكل قوه، وبيتجه ناحيتها جينو وبيصدها تاني مره على التوالي، وبيكون خلاص الحكم هيصفر. ولكن يا صاحبي انت نسيت عنصر مهم فشخ في المنتخب، مش ميساكي وتسوباسا بس اللي موجودين، الا وهو هيوغا السفاح اللي بيندفع ناحيه الكرة بكل سرعته وبيفشخ الكرة بتسديده النمر في اخر لحظه، وبيستعد الاخطبوط جينو عشان يصد التسديده الثالثه، وبالفعل بيقدر يصدها باليد الذهبيه، وبتستمر الكرة في دفع جينو لحد ما اخيرا بتحطم اليد الذهبيه لجينو وبتشمل الشبكه. المره دي كانت تسديده من هيوغا، وبيصفر الحكم، وبتنتهي المباراه لصالح المنتخب الياباني بنتيجه 2-1، والكل اللاعبين بيروحوا لهيوغا عشان يحتفلوا معاه. وبتخسر ايطاليا مباراتها الاولى برغم من انها مرشحه للبطوله، بيكون لاعبي ايطاليا مصدومين ان جينو تلقى هدفين في مباراه واحده، وبيقف جينو بيكون مش مصدق ان حتى ايده الذهبيه تم هزيمتها. معلش بقى يا عم جينو، الانمي انمي ياباني. ولاعبين المانيا بيكونوا شايفين منتخب اليابان مختلف عن اللي قبلوهم، ودياز كمان لاعب منتخب الارجنتين بيعجب بلعبهم، وخصوصا تسوباسي وميساكي، وهذان الاخيران بيروحوا يحيوا هيوغا على التسديده. وهيوغا بيقول لتسوباسا ان من اول ما اتقابلوا في المرحله الاعداديه وكان هدفه هو التفوق عليه، لكن المباراه دي فتحت عينيه على هدفه الحقيقي، وهو انه يبقى الهداف الاول في العالم، هو بيرتدي رقم 9. وتسوباسا بيقول له انه هيوروا له العالم ان اليابان هي الافضل. واصدقاء تسوباسا بيقولوا ان الحلم ده مش بعيد لانهم ناويين يفوزوا بالبطوله. وفجاه بيجي لهم جينو وبيقول لهم انه بيعترف ان مستواهم مختلف عن ما كان ضد فريق بريمن، وانهم كمان بيعترفوا بالخساره، وبيسلم على تسوباسا وهيوغا وبيحيي هيوغا على التسديده. وبيلاحظ تسوباسا ان جينو بيسلم بايده الشمال بسبب اللي حصل في ايده اليمين لما صد الكوره، وبيعتذر لهم جينو لانهم انسحبوا في المباراه اللي فاتت قدامهم. وبعدين كتغيير بيقول لروبرتو ان تسوباسا قاد منتخب اليابان للفوز، وبيساله عن رايه وبيقول له انه يفضل الكتاب اللي سابه لتسوباسا كمل لتسوباسا تطوير مهاراته، وانه ما كان هيوصل للمستوى ده بدونه، وبيطلب منه يروح يقابل تسوباسا. ولكن روبرتو بيعمل نفسه عبيط وبيقول له انه مش روبرتو، انا مش روبرتو يا عم سلام. وبعد كده بتبدا مباراه المانيا وكندا، وبيكون المنتخب الياباني قاعد بيتفرج، وبيراقبوا طريقه لعب المنتخب الالماني عشان ياخدوا بصقرهم. ولكن المباراه بيكون مسيطر عليها من طرف المانيا، وكالتز وتشيستر سيطروا على خط الوسط، ومارغرس وشنايدر عملوا اداء رائع في الهجوم، وبيسجل شنايدر هايتريك. وتسوباسا بيقول لهيوغا ان شنايدر هيكون هو منافسه الاول في تحقيق
حلمه بانه يكون المهاجم الاول في العالم. وبتنتهي المباراه ب 4-0 لالمانيا. تبدا مباراه الاوروغواي وبلجيكا، وبيقدر نجم الاوروغواي فيكتورينو يسجل هاتريك زي شنايدر، وبتنتهي المباراه 3-1 للاوروغواي. وبيكون فيكتورينو عادل اهداف شنايدر، وبتكون المباراه الرابعه بين فرنسا وانجلترا، وبيكون فيكتورينو مستني اللي هيحصل في المباراه دي، شكله كده ناوي على المنافسه جامده فشخ. وبيدخل المنتخب المضيف فرنسا بقياده بير، وبيدخل كمان منتخب انجلترا، وبتكون دي واحده من اقوى المباريات المنتظره في البطوله. قائد انجلترا بيحاول يحفز اللاعبين لان فرنسا بيكون عندهم ميزه ضغط الجمهور بسبب انهم البلد المضيفه للبطوله، ولكن ما تنساش يا صاحبي ان انجلترا هي وطن نشأة كره القدم. وبتبدا المباراه وبيكون المنتخب الياباني قاعدين يتفرجوا، وميساكي بيقول لهم ياخدوا بالهم من رقم 10 بيير، وبيراوغ بيير لاعب انجلترا بالفعل واحد ورا الثاني بكل مره. وبيكون مدرب المنتخب الفرنسي كان عايز يلعب بدون نابليون لانه منضم حديثا للمنتخب عشان لازم يتاقلم معاهم، لكن نابليون بيكون هيضرب المدرب وعايز يلعب بالعافيه. وبنلاقي بيير بيمرر الكره لبروغ اللي بيسدد تسديده وشيكا، وبيفضل نابليون يتريق على الفرصه اللي ضاعت، وبيعيب في اختيارات المدرب. وبتستمر المباراه بتمريرات المنتخب الانجليزي، وبيستغلوا نقطه ضعف فرنسا في الاظهره، وبيقدروا يسجلوا هدف. وبيير بيعرف ان انجلترا درسوهم كويس، وبيحاولوا انه يحفز لعيبته، وبيبدا المنتخب الفرنسي هجمه تاني، لكن المنتخب الانجليزي بيقطعوها. وبيحاول بيير انه يخفف من توتر زمايله بسبب الجماهير اللي بتعامل عكس مساندتهم، وبتستمر فرنسا في التوتر ده لحد ما بيير بيقدر انه يقطع الكوره، وبينطلق وبيعدي كل تدخلات لاعبي انجلترا العنيفه، وبيسدد تسديد في زاويه صعبه برجله الشمال وبتعدي الحارس. وبالفعل ولكن بيقدر روبرتسون كابتن انجلترا انه يتصدى للتسديده بجسمه. وبيفضل نابليون يقول انهم هيخسروا من غيره، وكباشي بيقول ان بيير عامل اداء رائع، لكن كره القدم لعبه جماعيه، ولو استمر باسلوبه ده فرنسا هتخسر في ارضها. وبيكون الجمهور بيلوم في لاعبي فرنسا، وده بيشكل عليهم ضغط سيء جدا. والمنتخب الانجليزي بيسيطر على المباراه، وبيفضل وبفضل دراسه المنتخب الانجليزي لفرنسا قدروا انهم يهاجموهم كتير جدا، وبيسدد لايت كره راسيه، لكن بيير بيرجع للدفاع وبيقطعها. واخيرا المدرب بيقرر انه ينزل لنابليون ويشتت فرنسا الكوره للتماس عشان اتزق. في اللحظه دي فرنسا بتعمل تغيير بدري، وبيدخل نابليون مكان اللاعب رقم 3. وميساكا اول ما بيشوف نابليون بيفتكر ان هو اللي لعب معاه ضد منتخب فرنسا لما ميساكا كان بيحاول يثبت نفسه. وبتستمر المباراه، ونابليون بيقطع الكوره من منتخب انجلترا، وبينطلق ناحيه بيير، وبيقولوا ان باقي اللاعبين عديم الفايده، ولو كان عايز يفوز يبقى يمرر له هو على طول، واكيد هيسجل من غير ما حد ياخد باله. نابليون بيسيب الكوره عند رجل بيير، وبالفعل بيير بيسمع كلامه وبينطلق وراه بمهاراته، ونابليون بيحاول يتقدم اكتر، وبيير بيراوغ اللاعبين. فنان يا ابني، ايه الحلاوه دي. وبعد كده بيير بيمرر الكوره لنابليون اللي بياخد الكوره وبيسدد تسديدته المدفعيه اللي بتفضل تلف لحد ما بتخترق مرمى انجلترا. وبيير بيتاكد ان نابليون ماهر جدا، وانه لاعب ما ينفعش يستغنوا عنه، ولاعبين اليابان بيكونوا مصدومين من التسديده دي. وكباشي بيقول ان التسديده زي دي لو الحارس حاول يمسكها هتفلت برضه، وعشان كده خلاها الوحيد هو صدها بالصدر. بيبدا الشوط الثاني، ولاعبين فرنسا بيكونوا استعدوا ثقتهم في نفسهم، وبيبداوا يلعبوا كويس. وبيسجل نابليون من الهدف الثاني بتمريره ولا اروع من بيير برضه. وبيير بيقول انه مش هيستخدم تسديده المباراه دي، وهيركز بس على دوره كصانع العاب. ونابليون بيكون متضايق انهم مش منسجمين مع بعض كويس. وبيستمر اللعب، وبيير يمرر الكوره تاني لنابليون اللي بيسدد تسديدته المدفعيه وبيصدها الحارس، لكن برضه الكوره بتتزق ايده وبتدخل، وبيجيب نابليون الهدف الثالث. وبتنتهي المباراه بفوز فرنسا صاحبه الارض بثلاثيه مقابل هدف وحيد. وبكده تنتهي المباراه، وبيكون شنايدر من المانيا، وفيكتورينو من اوروغواي، ونابليون من فرنسا هم الوحيدين اللي جابوا هاتريك في اليوم الاول. وبيكون لقب الهداف عليه منافسه شديده، وبيكون تسوباسا متحمس جدا، وبيقول ان العالم واسع والبطوله بتظهر المواهبين واحد ورا الثاني، وعشان كده بيقوموا بيحمس اصحابه وبيقول لهم انهم هياخدوا البطوله. وتاني يوم بتبدا المباراه، وبتفوز المانيا على البرتغال بنتيجه 4-1، وبتتاهل المانيا للنهائيات. وشنايدر بيسجل هاتريك تاني، وامه وابوه واخته كمان بيتفرجوا عليه والناس بتهنيه. وفيكتورينو بيطلبوا من زملائهم يمرروا له الكوره عشان عايز يسجل هاتريك هو الثاني. وبتقدر الاوروغواي انها تفوز على اسبانيا وبتتاهل للنهائيات، وبسبب المراقبه الشديده من اسبانيا على فيكتور ما قدرش يسجل غير هدف واحد. وبتفوز انجلترا كمان على كوستاريكا بنتيجه 2-0، وبتتاهل. وبيجي ميعاد المباراه الرابعه بين الارجنتين وايطاليا، وبتكون دي اول مباراه للارجنتين، ولكن الصدمه ان ايطاليا بتلعب بدون الحارس جينو لانه بيكون قاعد على مقعد البدلاء لانه مصاب بسبب مباراه اليابان، ويقعد شهر عشان يتعافى. وفي الوقت ده بيكون روبرتو بيتفرج على مباراه الناشئين بتاعه ساو باولو البرازيلي اللي بيفوزوا ب3 اهداف. والمفاجاه انه مش بيكون بيتفرج بس، ده اصلا مدرب فريق ساو باولو. بنعرف ان الفريق بيلعب حاليا في فرنسا ولسه قدامهم مباراتين كمان هنا عشان بعدها يرجعوا البرازيل، وده اللي خلى روبرتو يروح يتفرج على تسوباسا. وبعدين بنلاقي كاتاغاري جاي وبيقعد مع روبرتو بيقول له انه تواصل مع اتحاد الكره الفرنسي واكتشف الموضوع، وبلغوا ان فريق البراعم لساو باولو في جوله في باريس بقياده مهاجم المنتخب البرازيلي اللي من الاصول اليابانيه البرازيلي روبرتو، فما يحاولش
يحاولش انه يضحك عليه تاني، وروبرتو بيقول له انه ما يقولش لتسوباسا انه هنا لانه حاسس انه خذل تسوباسا ومش عايز يواجهه، ومع ذلك هو اللي ليه فضل في اللي روبرتو فيه دلوقتي، ولان اثناء اعتزاله واصابته وادمانه الكحوليات كمان كانت تسوباسا هو دفعه الوحيد عشان يفضل يتقدم. وبيفتكر تسوباسا لما كان بيلعب وهو صغير وبيتحدى وكباشي، ومن ساعتها تسوباسا حفر اسمه عميقا في قلب روبرتو. وبيفتكر كمان لما ساعد تسوباسا في التغلب على وكباش، وكمان لما علمه حركه الدبل كيك. واكتر حاجه اتعلمها منه كانت هي ان الكره تبقى صديقته، وبيكون سبب عدم اصطحابه لتسوباسا معاه للبرازيل هو انه ما كانش عايز يبعد عن عيلته ويكون حزينين، لان سعاده العيله بتكون في لمتها، ولكن بيكون في سبب تاني وهو روبرتو. بيقول ان اللاعب اللي بيستسلم في منتصف الطريق هو في النهايه لاعب فاشل، وانه مش قادر بانه يدرب اللي هيدخل عالم كره القدم. وساعتها تسوباسا ما فهمش كده، وده اللي خلاه يروح وراه المطار. وبيقول روبرتو لكتغييري ان تسوباسا يقدر يتطور من غيره، لان ده المتوقع من عبقري كره القدم. وان في بدايه السنه زملاء روبرتو ذهلوا من مشاهده مقاطع كره القدم اليابانيه، ولما بيوروا الفيديو روبرتو بيتصدم لما بيشوف تسوباسا في منتخب الناشئين لليابان. وبيقول لاصدقائه انهم لما دور على الولد ده عرف انه بيحلم بالاحتراف في البرازيل. وده مع روبرتو لما شاف تسوباسا في الفيديو، وامبارح كمان شاف تطوره المرعب اللي وصل له تسوباسا. وكتغيري بيقول لروبرتو ان تسوباسا اتعامل مع رحيله للبرازيل بطريقه مختلفه، لانه ساعتها افتكر ان مش بالمهاره الكافيه ولكن بالمهاره الكافيه للاحتراف في البرازيل كان ممكن روبرتو ياخده معاه. ولكن تسوباسا كلف نفسه بمهمه صعبه عشان يثبت احقيته بالاحتراف في البرازيل، بانه ما يخسرش ابدا خلال سنواته في الدراسه وفي المدرسه الاعداديه، وانه لو فشل في ده وخسر قدام اي منافس فهيكون غير مؤهل للاحتراف في البرازيل. واشتغل تسوباسا على تطوير قدراته اكتر من اي شخص تاني، ومشي على كتابك زي ما انت قلت له. وبعديها في الصيف تسوباسا انجز المهمه دي، وفي المدرسه الاعداديه ما خسرش قدام اي فريق في المباراه الرسميه، وكمان فاز ببطوله المدرسه 3 مرات، واكيد هيسافر للبرازيل اول ما يتخرج من الاعداديه. وبعدين كتغييري بيترجى روبرتو انه يكون المدرب الشخصي لتسوباسا في البرازيل عشان يطور مهاراته ويحقق حلم. بنرجع بعد كده لمباراه الارجنتين وايطاليا اللي بتفوز فيها الارجنتين بفوز ساحق وبنتيجه 5-0، وبيكون الكل مستغرب من اداء الارجنتين، وكمان ظهور مميز لدياز اللي قدر يسجل 5 اهداف في مباراه واحده وتفوق على شنايدر. وفي المؤتمر الصحفي دياز بيقول له طالما ما واجهش الحارس جينو مع ايطاليا فهو بيتطلع لمواجهه اللاعب رقم 10 من المنتخب الياباني، واللي هو طبعا تسوباسا. وبالليل بيلاقي المدرب ميكامي في الفندق والصحفيين بيوقفوه وبيسالوه عن تطلعاته لمباراتهم قدام الارجنتين، ولكن فجاه بيجي مساعد ميكامي جري وبيقول للمدرب انهم اختفوا ومش لاقيين اي لاعب في الغرف. بنلاقي اللاعبين كلهم قاعدين في الملعب وبيفكروا في مباراه الارجنتين ودياز كمان، وان العالم واسع والمحترفين بيستمروا بالظهور، وكمان بيفتكروا مباراتهم ضد هامبورغ اللي خلتهم يعرفوا قوه اوروبا ويعرفوا اللي فريقهم محتاج، وشنايدر اللي خلاهم يدركوا ان العالم فيه لاعبين مرعبين. وميسوغي بيقول لهم ان الهزايم دي باين ليها دور في تطورهم، وبيقوموا يغوا بيحمسهم كلهم وبيتحمسوا جدا. وفي الليله دي توحدت الاحلام والاهداف المنتخب، وده اللي كان بيحلم بيه تسوباسا من الصغر، وهدفهم الاكبر ان اليابان تحصد رايه النصر وتكون في القمه. وكمان اصدقائه بيشاركوا الحلم وبيساعدوه، وبيقول لهم تسوباسا انهم لازم يفوزوا بالبطوله دي باي ثمن كان، ومهما كانوا اللاعبين اللي ضدهم ماهرين. وبيقولوا كمان انهم هيردوا ثمن هزيمتهم من المانيا في النهائيات. وكباشي يقول لتسوباسا انهم لازم الاول يتخطوا الارجنتين، والمعركه دي هتحسم بخط الوسط لما تسوباسا ودياز والمدرب وهو بيدور عليهم بيلاقيهم راجعين شله واحده وعاملين هبه في الشارع، وبيكونوا متبهدلين بسبب التدريبات. وبيقولوا للمدرب انهم هيفوزوا في المباراه بتاعت بكره، انهم هيمتعوا الجمهور بافضل اداء وهيثبتوا ان اليابان افضل من الارجنتين في كره القدم ويتاهلوا للنهائيات، وكمان يوقعوا المانيا وياخدوا البطوله. وبيكون الحماس عندهم ليفل المليار. وتاني يوم نابليون بيقدر انه يسجل هاتريك تاني وبيلحق شنايدر في ترتيب الهدافين، وبتفوز فرنسا على كوستاريكا. توصل للنهائيات وبيجي وقت الصراع الاقوى وحجز اخر مقعد في النهائيات بين اليابان والارجنتين. بنرجع فلاش باك لحياه دياز في الارجنتين وهو صغير لما كان بيلعب مع اصدقائه كره بعلبه صفيح، وبيلاقي في حرامي سرق شنطه من واحده ست، وبينده دياز على باسكت صديقه اللي بيعرض له العلبه، ودياز بيسددها في وش الحرامي ويوقعه. الله عليك يا ابني، حتى في الغرقات بيستعملوا الكوره. وبنرجع للوقت الحالي وبتكون المانيا والاوروغواي وفرنسا صعدوا من المجموعه الاولى والثانيه والثالثه، وايطاليا ودعت البطوله. وبيقول ميسوغي للفريق انهم لو اتعادلوا النهارده الارجنتين هتصعد بسبب فرق الاهداف، وعشان كده النهارده هيكون الفوز ولا شيء غيره. وروبرتو بيكون واقف وسامع تحفيز الكابتن تسوباسا للاعبيه. وقبل ما تبدا المباراه دياز بيقول لتسوباسا انه عارف انه اتقن اسلوب لعب روبرتو، وعشان كده هو بيتطلع لمواجهته، وبيستغرب تسوباسا وبيساله اذا كان فعلا يعرف روبرتو. ودياز بيقول له ان روبرتو صديق مقرب لمدربهم وواجهه النهارده في غرفه الانتظار. وبيتصدم تسوباسا ان روبرتو هنا وما عرفوش. يفضل تسوباسا يدور عليه من وسط الجمهور، ولكن المباراه بتبدا وميساكي بيمرر الكره لتسوباسا اللي بيقعد يفكر في روبرتو، ولكن ايجازاكي بيحذره من باسك اللي جاي يقطع منه الكره، فبيرفعها تسوباسا من فوقيه. لكن الصدمه ان دياز بيقرا حركه تسوباسا وبينط ياخد الكره قبله، وبينطلق دياز وباسكل وبيكونوا عاملين ثنائي رهيب، وبيمرر الكره لبعض
بعض بسرعه جدا وهم بيفتكروا لما زمان ما كانش معاهم فلوس عشان يشتروا كوره، واكتشفوا فريق المدينه وكانوا بيلعبوا باي حاجه ممكن يتلعب بيها، ومن وقت ده اتولد الثنائي الافضل في الارجنتين. وبعدين بنرجع لمباراه جينو، بيدخل علشان يقطع الكوره منهم، لكن دياز بيمرر الكوره لباسكل بكعبه وبينزل يعدي من بين رجلين جينو، وكمان باسكل بيعدي تحتيه بالكوره، وبعدين بيمرر الكوره لدياز، وميتسوياما بيدخل يتزحلق عشان يجيب الكوره، لكن دياز بيعدي من فوقه وكمان بيستخدم رجل ميتسوياما المرفوعه وبينط عليها عشان يرتفع اكتر. وبعدين بيمرر الكوره للمهاجم براون اللي بيكون معاه سودا، لكن الكوره بتلف اصلا وبتروح لباسكل اللي بيمرر لدياز بلمسه واحده. بيكون إيشيزاكي بيدافع قدام دياز، لكن دياز بيعمل حركه بهلوانيه وبيتشقلب وبيعدي وبيعمل دبل كيك روعه، وكاشيميزو مش بيقدر يوقف الكوره وبتدخل المرمى، وبكده الارجنتين بتتقدم 1-0. وهنا لاعبي اليابان بيعرفوا انهم قدام ثنائي تكاد تكون افضل من ثنائيه تسوباسا وميساكي، وبكده بيكون دياز بيشارك صداره الهدافين مع شنايدر ونابوليون ب6 اهداف. ولاعبين اليابان بيحفزوا بعض من تاني وبيرجعوا للمباراه، وتسوباسا بيقولوا انه ما ينفعش يخسر لان روبرتو بيتفرج عليه في المدرجات، وبيمرر تسوباسا لميساكي وبينطلق، وميساكي بيقول لتسوباسا باين عليه متوتر بسبب وجود روبرتو في الملعب، وعشان كده ميساكي بيمرر لهيوغا اللي باسكل بيدخل عليه، لكن هيوغا بيراوغه، ولكن هيوغا بيستعمل قوته وبيحافظ على الكوره، ولكن بيجي مدافع تاني وبيشتت الكوره عند زمايله وبيمرر شويه تمريرات لحد ما الكوره بتوصل تاني لدياز، ولكن تسوباسا بيروح عشان يقطع الكوره منه، ولكن دياز بيمرر الكوره قبل ما يوصل له وبياخدها جري لقدام بسرعه رهيبه، وباسكل بيمرر له الكوره تاني وبينط دياز وبيلف ويسدد الكوره بكعبه، ولكن في اللحظه الاخيره وكاشيميزو بيصد الكوره وبيغير اتجاهها وبتدخل فجاه المرمى حتى بعد محاوله صدها، وبيكون تسوباسا واقف مصدوم. دياز بيتصدر قائمه الهدافين، ونابليون بيقولوا ان خصمهم الجاي هيكون الارجنتين وخلاص تنبأ بهزيمه اليابان. وبيكون المدرب ميكامي عارف ان لاعبين اليابان مشتتين بسبب سرعه الخصم، ولكن محدش هيقدر ينقذهم غير نفسه، وبيقف كباشي على الخط وبيحفز اللاعبين، وتسوباسا بيقول ان دي نتيجه انشغالهم بوجود روبرتو ولازم يعمل حاجه، وميساكي بيقول لتسوباسا انه ما يتسرعش وانه هيحاول يعترض الكوره، وتسوباسا بيتجاوزهم وانه مش عارف هيقدر يتجاوز قد ايه من دفاعهم، وعشان كده بيطلب منه يسانده. تستأنف المباراه وتسوباسا بيمرر لميساكي اللي بيتقدم بالكوره، ولكن دياز بيقدر انه يقطع الكوره منه في ثواني، وكمان بيعدي تسوباسا وبيلبسه كوبري وبيسدد تسديده الصقر بتاعه تسوباسا وبيفشخ الشبكه، وبكده بتكون النتيجه 3-0 للارجنتين وتم سحق اليابان بنجاح، وبكده يكون دياز جاب هاتريك في 10 دقائق. ودياز بيقول ان هو اللي هيقود منتخب الارجنتين نحو قمه العالم، وبطوله فرنسا الدوليه للناشئين ما هي الا صفحه اولى في اسطوره دياز. ولاعبين اليابان بيكونوا فقدوا الامل، ودياز بيقول لتسوباسا ان زي ما توقع هو مستوى اللاعبين اسيا، وانه مهما تدرب على ايد مدربين من البرازيل مش هيتطور، انها حدودك يلا، وهناك فرق جذري بينه وبين مستويات ومبارياتهم ولاعبينهم. ولكن تسوباسا بيبتسم له وبيمشي، وبعدين تسوباسا بيسأل نفسه ايه اللي مشتته كده، وبيقول انه مش بيلعب كرة القدم عشان روبرتو، بل انه بيلعب عشان طموحه وحلمهم كلهم، وبيقول لاصدقائه انه 3 اهداف فرق كبير لكن هيتخطوه. ولكن بيكون لاعبين اليابان والارجنتين مصدومين من كلام تسوباسا، ولكن بيبدا هيوغا كمان يحسسهم بالحماس، ومن بعده ماتسوياما، وبنكمل المباراه وميساكي بيمرر الكرة لتسوباكا اللي بينطلق بيها وبيكون عايز يهزم دياز الاول عشان يقدر يتغلب على باقي الارجنتين. ميساكي بيقول ان المكان اللي تسوباسا هيكون فيه هيلاقيه وراه على طول، وتسوباسا بيراوغ دياز، لكن دياز بيرجع له تاني، وتسوباسا بيكون هيلبس دياز كوبري، وهو ده اللي دياز مستنيه عشان يوقعه في الفخ وياخد الكوره، ولكن تسوباسا بيقرا دماغه وبيعديه على اخر لحظه، ودياز بيحط رجله قدام الكوره وتسوباسا بيقع والكوره بتطير، وبيندفع باسكل عشان ياخد الكوره من الميساكي، ولكن بيكون تسوباسا قام ومرر تمريرات سريعه بينهم، وكمان بيكون وراهم نيتا ويوغا وايشازاكي على الطرف، وتسوباسا بيمرر لايشازاكي اللي بيوصل الكوره لهيوغا عشان يديها لنيتا بلمسه واحده، ونيتا بيسلم وبيرجعها لتسوباسا، ودياز بيحذر اللاعبين من تسديده الصقر، والمدافع بيروح في جهه الحارس والحارس في جهه لانهم اكيد هتكون في زوايا، ولكن تسوباسا بيسدد تسديده الصقر بدون تردد، لكن بتكون واخده مسار غير المرمى عشان تسوباسا يخدعها، وبتكون دي تمريره الصقر اللي هيوغا اللي بتجيله التسديده وبيسدد تسديده النمر من اول لمسه من تمريره صعبه جدا، والكره بتفشخ الشبكه حرفيا. والاول مره يشكل هيوغا وتسوباسي الثنائي بهذا الشكل، وبيدمجوا تسديده الصقر مع تسديده النمر وبيفرحوا بهدفهم الاول، ولكن دياز بيكون متعصب جدا ان اليابان تجيب جون عاليه. وبنكمل المباراه ودياز بياخد الكره وبيعدي هيوغا ونيتا بسرعه جدا، وبيراوغ باقي اللاعبين وبيوصل لتسوباسا وبيمرر الكره في جزء من الثانيه، وتسوباسا بيكون مصدوم وبيكون بس عايز يمرر لدياز، لكن ميساكي بيعترض التمريره وبيمرر لجيتو اللي بيمرر كره طويله لنيتا عشان ينط ويسدد من لمسه تسديده الشاهين الطاير، لكن للاسف العارضه بتعترض طريقه. واخيرا المنتخب الياباني قد اعتاد على رتم المنتخب الارجنتيني، وبعد تقييد تسوباسي لحركات دياز تحسن ايقاع المنتخب، وكمان وكاجيميزو بيعمل تاكلينج عليه وبيصد الهجمات وبيمرر كره
طويلة لتسوباسا قبل نهاية الشوط الأول، ودياز بيكون ورا تسوباسا على طول وهما الاتنين بينقضوا على الكرة، ولكن تسوباسا هو اللي بيفوز وبيمررها برأسية وبياخدها ميساكي وبيراوغ وبيتقدم ناحية المرمى، والتوأم تاتشيبانا بيتقدموا معاه وبيندهوا على حياته عشان يمررها عشان يبقى وراهم، وبيمرر ميساكي لتسوباسا وبيطلبها منه التوأم تاتشيبانا وبيمررها تسوباسا عالية، وجيتو بيعمل مع التوأم الحركة بتاعتهم وبينطوا هما الاتنين وبيسددوا تسديدة الإعصار، والكرة بتتحرك بشكل غريب والحارس بيتوتر جدا ومش بيعرف يوقف، ولكن بيقع التوأم تاتشيبانا هما الاتنين بيتصابوا في قائمة المرمى، واللاعبين بيجروا عليهم وبينتهي الشوط الأول وبيقولوا إنهم فشلوا في تنفيذها وما قدروش يهبطوا بشكل صحيح، ومدرب الأرجنتين بيلوم اللعيبة لأنهم اعتمدوا على دياز، ولكن دياز بيقولوا إن دي غلطته ولو ما كانش تخاذل كان هيسجل أكتر من 3 أجوان وإن هو المسؤول لأنه كابتن الفريق. وبنعرف إن روبرتو كان لهم قبل المباراة قال لهم ما يفكروش إنهم لا يقهروا لأن معاهم دياز عبقري كرة القدم، لأنهم لو لازم ما يستهانوش بمهارات تسوباسا الفائقة وإن عقليته بتخليه يقدر يهزم الصعاب، عشان كده كل ما بيتراقب أكتر بتزيد خطورته. وبعدين بيقول له دياز إنه متأكد إنه لسه ما شافوش قدرة وقوة تسوباسا، وباسكال بيتأسف لدياز لأنه ما قدرش يجاري سرعته، لكن دياز بيقول له إنه ما يشغلش باله وهو ولا زميله ولا حاجة. وبنروح للمنتخب الياباني اللي بيكون في التوأم تاتشيبانا مش هيقدر يكملوا وهينزل مكانهم سانو وايزا، والمدرب بيقول للتوأم يروحوا لغرفة الدكتور، وميسوغي بيقول لتسوباسا إنه لازم يعمل زي الشوط الأول ويلازم دياز، وإن دياز مش هيقدر يهزمه لأن تسوباسا هو عبقري كرة القدم. بيبدأ الشوط الثاني وبتكون ساناي بتتفرج في التلفزيون وبتتمنى الحظ الطيب لتسوباسا ومنتخب اليابان، ومنطلق دياز بالكرة ناحية تسوباسا اللي بيندفع عليها عشان يقطع الكرة، وبيحاول دياز مراوغة تسوباسا لكن تسوباسا بيفضل ملازمه، وبيحصل تصادم عنيف بينهم على الكرة والكرة بتطير وبيطلعوا عشان يجيبوها برأسية مع بعض وهم بيقعوا الاثنين، وبياخد سانو الكرة اللي نزل بديل وبيمرر لها لايزاوا البديل برضه. تسوباسا بيتقدم وبيطلب الكرة ولكن بيكون دياز ولازم لايزاوا، بيمرر الكرة لميساكي اللي بيراوغ المدافعين وبيندع على تسوباسا، لكن بيكون تسوباسا محاصر بين الجبهتين، شقلب من قدام المدافع زي حركة دياز اللي بينزل تحت زميله عشان يلحق تسوباسا، وبيمرر ميساكي لتسوباسا اللي بينط عشان يعمل دبل كيك بنفس طريقة هدف دياز الاولاني، وبيكون دياز مندهش ان تسوباسا بيقدر يعمل اي حركة بتتعمل قدام، ولكن دياز صاحب الحركة بينط هو كمان وبيلتحم ضد الكرة مع تسوباسا، وبيقدر دياز انه يمررها للحارس اللي بيمررها على طول لزمايله، وبيهجم منتخب الارجنتين بكل شراسة، ودفاع اليابان مش بيقدر يوقفهم، وجينو العملاق بيلتحم مع اللاعب ولكن الكرة بترجع تاني للارجنتين واللاعب بيمررها لباسكال. يوغا بيرجع وبيعترض للتمريرة ولكن برضه الكرة بترجع لمنتخب الارجنتين، والجمهور بيعلي هتافه وبتكون المباراة حماسية لأبعد الحدود. تستمر المباراة الكرة لباسكال لكن بيلاقي ايزاكي وسودا سدوا طريق التسديد، فبيمرر لدياز على طول تمرير الدبل كيك وبيسدد دياز، وتسوباسا مش بيقدر يعترضها لكن وكاجيميزو بالمرصاد وبيقدر انه يتصدى للتسديده، ولكن الكرة بتفضل تلف في ايده فبيستخدم ايده الثانيه وبيضربها بحركه كاراتيه بيبعدها عن المرمى، ولكن الكرة دايما بتروح للمنتخب الارجنتيني، وباسكال بيمررها لدياز اللي بيتشقلب وبيكون عايز يسدد بكعبه، لكن وكاجيميزو بيتشقلب هو كمان وبيتصدى لتقنيته، وبيتفوق وكاجيميزو وبينقذ المره تاني، واخيرا الكرة بتوصل للمنتخب الياباني وميتسوياما بيراوغ 3 لاعبين مره واحده وبيمرر الكرة عشان زمايله، بتوصل بقى بعدها لتسوباسا اللي بيمررها لميساكي وبينطلق، ولكن دياز مش بيفارق تسوباسا، ميساكي بيتوقعها وبيمررها لخيوجا اللي بيجي يسدد بيلاقي باسكال بيعترضها، لكن يوغ مش بيستسلم بيتشقلب وبيمرر تسوباسا بكعبه اللي بيكون رافض يضيع مجهود زمايله لانه الكابتن، وبينط وبيسدد دبل كيك ودياز بيلتحم معاه برضه، ولكن تسوباسا هذه المره بيغير وبيمرر الكرة لميساكي اللي بيكون قدام المرمى وبيسجل ميساكي هدف من لمسه واحده، والثنائي الذهبي بيقدروا يعدلوا النتيجه، واخيرا بيفرحوا بعد رجوعهم 3 اهداف مع ميساكي، وميساكي بيسمع ابوه وهو بيهتف ليه ولكن يا صديقي ما تنساش ان التعادل يؤهل الارجنتين، وعشان كده تسوباسا ما قداموش خيار غير الفوز في هذه المباراه. وبعد تعادل المنتخب الياباني مع المنتخب الارجنتيني بيكملوا المباراه، ودياز بياخد الكرة وبينطلق لوحده وبيكون متعصب جدا وبيحاول تسوباسا انه يقطع الكرة، لكن دياز بيعدي منه، ولكن ميساكي بيقدر ياخد من دياز الكرة، وبينطلق ميساكي وتسوباسا مع بعض في الوقت اللي بيكون دياز مصدوم فيه، لكنه بيسمع اصدقائه هم بيقولوا انهم لازم يساندوه، وبالفعل واحد منهم بيتدخل وبيعترض تسديدة تسوباسا، لكن الكرة بتروح لميساكي وبيراوغ ميساكي وبيمرر لتسوباسا
تسوباسا الارجنتيني بيدافع بقوه وبيعترض الكوره، ولكنها بتروح لهيوغا وبيقطعها مدافع تاني، وبيكون في حوالي 6 لاعبين واقعين على الارض والكل بيحاولوا يوقفوا الكوره، لكن حارس الارجنتين غالانتي بيخرج عن صمته وبيجي يشتت الكوره، وزملاء دياز بيحمسوه بيقولوا له انهم في ظهره، وبالفعل دياز بياخد الكوره وبيتقدم علشان يعمل مرتد. نعرف ان دياز اتولد في مدينه بوينت عاصمه الارجنتين، اول مره يشوط فيها الكوره كان عنده 7 شهور بس. وبنرجع للمباراه بيعدي بسرعه ونيتا وسانو كمان ايزاوا، وبيجي باسكت جنب دياز وبيقول انهم بيعتمدوا عليه. وبنعرف ان لما دياز كان عنده 5 سنين اخواته علموه لعب كره القدم، وساعتها اتعرف على باسكت جاره وبداوا يحسنوا مهاراتهم مع بعض وتحسنوا لدرجه انهم كونوا لوحدهم هما الاثنين. وفي عمر ال 12 تم اكتشاف واحد من كشافه الانديه، وساعتها دياز رفض يروح الا في حاله ضمه باسكت، وبالفعل بينضموا هما الاثنين. وبنرجع تاني للمباراه ودياز بيقدر يعدي من ايشازاكي وبيلبس جيتو كوبري وبيعمل من سودا وسجاده كمان. الله عليك يا ابني، بيغفلهم تغفيله سواد. قصه دياز اللي لما كان عنده 13 سنه حقق بطوله فرق الانديه للفتيان علشان يبقى ساعتها اللاعب الابرز في الارجنتين، واتطور عن اخواته كمان وبقى بياخد مكافآت مقابل فوزه في المباريات. ولما اخواته بقوا بيشتغلوا بقت عيلتهم مرتاحه ماديا. ولما بقى عنده 15 سنه بقى قائد المنتخب الارجنتيني للناشئين، وكمان عايزين يخلوه اساسي في الفريق الاول الموسم الجاي. ومع رجوعنا للمباراه تاني بنلاقي واحد في المنتخب الياباني وهو ميتسوياما، وبيطلع واكاجيميزو علشان يواجهه، ولكن للاسف بيقدر دازي انه يراوغ واكاجيميزو وبيسدد وبيجيب الهدف الرابع للارجنتين، وبيختفي بصيص الامل من وجوه اللاعبين اليابانيين لانهم كده محتاجين هدفين للتاهل. ومدرب المنتخب الارجنتيني بيقول انهم كده ضمنوا التاهل رسميا. تسوباسا بيعتذر لزملائه لانهم لما جابوا هدف التعادل اندفع علشان يسجل هدف التقدم وساب دياز بدون مراقبه، ولكنهم بيقولوا له ان ده مش غلط، وانهم برضه فشلوا في ايقاف لاعب واحد، ولكنهم برضه مش بيستسلموا وبيقرروا انهم يظهروا كل اللي عندهم وبيقلبوا النتيجه. ويوغا بيطلب من تسوباسا انه يملل له الكوره ويعتمد عليه، وكلهم بيتحمسوا من جديد وبيستعيدوا. وبالله يوغا بيقول لايشازاكي ان لما تسوباسا بيكون معاه في الملعب بيخليه حاسس انهم يقدروا يعدوا اي صعاب، وبيحمسوا كمان ان النصر ليهم وان ده هو صاحب الرقم 10. وبنكمل المباراه تسوباسا بينطلق بالكره وبالله دياز بيندفع على تسوباسا، لكن تسوباسا بيقرر يمرر لميساكي وبينطلق ميساكي، ولكن بيلاقي 2 مدافعين قدامه فبيرجع الكره لتسوباسا اللي بيضطر يواجه دياز. وبالله المدافع ماتسوياما بيقرر يجازف ويتقدم للهجوم، وتسوباسا بيمرر الكوره وبينطلق، ودياز بيقرر انه يسيب تسوباسا ويروح لميتسوياما، وتسوباسا بيندفع لقدام عشان المدافعين يراقبوه وتقل المراقبه طبعا عن هيوغا، وهي دي خطتهم الاساسيه. وميتسوياما بيحجز على الكوره قدام دياز، بيسمع ايشازاكي وهو بيقول له يتقدم وما يقلقش على الدفاع، وبتدخل من دياز على الكوره. بنلاقي ماتسوياما بيحافظ على الكوره باستخدام ركبته وبيكون قوي لانه مدافع، وبيقدر كمان انه يمرر الكوره بتمريره العقاب الزاحف اللي بتتجه لتسوباسا، وتسوباسا بيمرر الكوره بطريقه روعه من لمسه واحده علشان تتجه الكوره ناحيه هيوغا اللي بيكون مع 2 مدافعين. بنعرف ان الكوره السوداء التقيله اللي في المدرب كيرا عطاها لهيوغا ما قوتش رجل هيوغا بس، دي كمان زادت من قوه تسديده النمر. هيوغا افتقر انقضاض النمر الشرس، وبالفعل بالله يوغا بينط وبيعمل المهارة دي ذات النمر بدماغه علشان تدشمل شبكة منتخب الارجنتين، والنتيجة ترجع تعادل تاني 4-4 بأسيست ولا اروع من تسوباسا، وكمان تسديدة النمر الرأسية بتاعة يوغا، وكل ده يرجع للمجازف مستياما بتسديدة العقاب بتاعته، واللعيبة بتحيي متسياما على تمريرته، ويوغا بيقول لتسوباسا نايس باس مامان. بتبدأ المباراة من جديد، ودياز بيعرف ان العائق مش بس رقم 7، وبيقول ان حفاظ رقم 12 وقوه تسديد رقم 9 هم كمان عائق قدامهم، وانهم اتطوروا عن المباراه الوديه اللي كانت مع المانيا. وميسوغي بيقول ان تسوباسا كان عارف قدره ميتسوياما، وبيجي المدرب بيطلب من ميسوغي وسودا انهم يعملوا احماء لان واحد فيهم هينزل، وبنلاقي دياز بيتحمس وبيقول لزملائه انه دي بقت منافسه على اللي هيصمد اكتر، وبيحفزهم لانهم اكتشفوا ان قدامهم خصم حقيقي، وبيكون خلاص فاضل 10 دقايق على نهايه المباراه، والارجنتين بيكون فاضل وقت قصير، والارجنتين هتصعد لو حافظوا على النتيجه، ولكن اليابان لازم يسجلوا هدف علشان يصعدوا. بنكمل المباراه ودياز بيقدر يعدي من تسوباسا وبيقدر انه يعمل تاكلينج ويقطع الكوره، وبتنزل الكوره قدام باسكل، ودياز بيطلب منه يسدد، وبالفعل بيسدد، بيمسك الكوره وبيمرر كوره طويله لميساكي. في نفس الوقت بنلاقي تسوباسا بينطلق لقدام بسرعه، ودياز بيبص على تسوباسا وهو مستغرب ان كل اهداف اليابان كانت بسبب مساهمات تسوباسا، وبينطلق دياز كمان وبيراقب تسوباسا، وميساكي بيمرر الكوره من خلف المدافعين لهيوغا اللي بيمرر بسرعه لنيتا اللي بيلاقي 2 مدافعين بيضغطوا عليه، فبيستلم
بيستلم على صدره وبيمررها لورا وبيمررها لورا عند سانو اللي بيسدد من لمسه واحده، لكن الحارس الارجنتيني غالونت بيمسكها وبترجع الكرة للارجنتين، وبينطلق باسكل ومعاه كام لاعب تاني. وكباشي بيقول ان دياز بيراقب تسوباسا بسبب مساهماته الاربعه، وعلشان كده هيبقى صعب عليهم يسجلوا هدف تاني، والمدرب بيقول انه عايز يخلي سودا يشارك علشان هيوغ يتقدم ويسجل بسبب مراقبه تسوباسا. وبيكون فاضل 5 دقائق على المباراه، وقادة الفريق بيراقبوا بعض وباقي اللاعبين بيلعبوا بروح شديده، والكرة بتطلع رميه تماس وبينزل تبديل، واللي بيكون امير الملاعب ميسوغي. بيخرج نيتا وبنلاقي سودا وبيتمنى الحظ الميسوغي وبيحمسه، ودي بتكون اول مشاركه لميسوغي في البطوله، وكل اللاعبين بيكونوا مبسوطين لانه نازل، وميسوغي بيكون متحمس جدا عشان يلعب مع تسوباسا. وبنلاقي والد ووالده ميسوغي هم في طوكيو فرحانين وبيتفرجوا على ابنهم وهو بيشارك مع المنتخب، وبيطلع نيتا وبيسلم على ميسوغي امير الملاعب، وبيقول انهم معتمدين عليه، وبنعرف ان المدرب نزل ميسوغي لانه كان بيحلل المباراه كانه لاعب مش مدرب. لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والاشتراك. المهم بيروح ميسوغي لتسوباسا وبيقولوا انه يجي يشارك معاه الملعب زي ما وعده من 3 سنين، وتسوباسا بيقولوا انه اكيد فاكر ده، وبيفتكر كمان المباراه اللي كانت بينهم لما ميسوغي لعب مباراه واحده في البطوله بسبب المرض اللي في قلبه. وبنلاقي ميسوغي بيحمس لاعبي المنتخب الياباني، وبيكون تمثل المنتخب الارجنتيني، وباسكل بيكون معاه الكوره، ولكنه بيلاقي تسوباسا مش سايب دياز خالص، فبيقرر باسكل انه ينطلق لوحده بالكوره، وبيحاول ميسوغي انه يقطع منه الكوره، لكن باسكل بيقدر يراوغه بسرعه ميسوغي تاني، وبيعمل تاكلينج روعه على باسكل وبيقطع منه الكوره. ودياز بيكون عارف ان ميسوغي عمل ثغره علشان يغري باسكل ويفتكر انه اعداء، وبياخد ميسوغي الكره وبينطلق ناحيه مرمى المنتخب الارجنتيني. وايشازاكي بيفتكر مهاره ميسوغي ايه اللي شافها منه في المباراه اللي كانت بينهم برضه، بيقول له زملاء انهم لازم يساندوا ميسوغي، ده الاسطوره الثانيه اللي معانا والثالثه بقى والرابعه، يعني منتخب اليابان كله اساطير. ميسوغي بيلاقي 3 مدافعين جايين عليه، وبيقولوا انه صح لسه داخل الملعب دلوقتي، لكنه شارك في المباراه من بدايتها وهو على دكه البدلاء، ودرس كل تحركاتكم يا اولاد الارجنتين. واول واحد بيدخل عليه بيكون روغر، اللي ميسوغي بيكون عارف انه دفاع ممتاز لكنه مش بيجيد ايه التحركات السريعه. وبالفعل ميسوغي بيعمل حركه سريعه وبيقدر يعدي منه، وبيكون قدامه بالوس اللي بيكون متعدد المهارات هجوميا ودفاعيا، ولكن ميسوغي عارف ان لياقته بتخلص مع اقتراب نهايه المباراه. ميسوغي بيعدي بسهوله لانه بيكون تعبان، وبيكون فاضل قدامه جيتس الطويل، وبيعرف ميسوغي انه هيكون في ثغره بين رجليه، وبيلبسه كوبري سواء، بيعدي وبيتجه ناحيه المرمى، وبيعدي كمان مدافع الصخره وبينط من فوقيه لما بيتزحلق. وكل لاعبي المنتخبات الثانيه بيكونوا مصدومين ان في لاعب زي ده في منتخب اليابان، وبيكون ميساكي جنب ميسوغي، وبنعرف ان هو كمان لعب قدام ميسوغي في المباراه اللي لعب فيها مع تسوباسا، وبيعترف كمان بمهاره ميسوغي. وبعدين ميسوغي بيمرر الكره لتسوباسا، وديس بيحاول يلحق تسوباسا بسرعه، ولكن قبل ما يوصل لتسوباسا بيمرر الكره تاني لميسوغي اللي بيوزع اللعب عند ميساكي اللي بيجري وبيسحب المدافعين، وبيمرر لميسوغي تاني، وبيكون في تناغم مذهل بين ميساغي وميساكي الثنائي الذهبي. وبنلاقي ميسوغي بيمرر الكره بوش رجله عند هيوغا اللي بيفتكر هو كمان مباراته الصعبه قدام ميسوغي في دوري المدارس، واللي ميسوغي تعب فيها بسبب قلبه، واتكأ على هيوغا وهو بيجري معاه، ولكن بسبب روحه القتاليه مرر الكره براسه اول ما وقع. وهيوغا بيقول لطيف جدا مع ميسوغي، والمدرب كيرا ساعتها زعق فيه وقال له انه بقى زي نمر محبوس وبدون انياب، ولولا المباراه دي ما كانش هيروح لاوكينوا ويتحدى الصعاب ولا كان هيبتكر تسديده النمر. وبنرجع للمباراه قبل ما الكوره بتوصل لهيوغا، يلاقي المدافع باسور بيضغط عليه وبينطوا هما الاثنين، وهيوغا بيقولوا له مرض ميسوغي كان كده يكون اللاعب الافضل في اليابان. بالله هيوغا بتوصل له الكوره بالفعل وبيمررها براسه لميسوغي تاني، ولكن اللاعب جالفان ينقض على ميسوغي علشان يمنعه من التسديد، ولكن ميسوغي في جزء من الثانيه بيقدر يمرر الكره لتسوباسا، ولكنها بتكون عاليه على تسوباسا، وتسوباسا بيسدد تسديده على الطاير، لكن داس بيتشقلب وبيلتحم معاه في الكوره اللي بتفلت منه. مفاجاه بيلاقي ميسوغي بيطل فوق لانه كان متوقع تصدي زياد للكوره، وبالفعل ميسوغي كيك ولا اروع وبتكون سريعه جدا، وحارس الارجنتين مش بيقدر يصدها، والكره بتسكن شباك المنتخب، وبكده المنتخب الياباني بيقلب الترابيزه وبيحقق الرومونتادا، وكل اليابانيين بيفرحوا واللاعبين بيحتفلوا بهدف ميسوغي امير الملاعب، وبيكون الهدف جه في اخر دقيقتين في المباراه، وبكده تكون النتيجه 5-4 لصالح المنتخب الياباني، وكل ده من مساهمه العبقري تسوباسا وامير الملاعب. وبالله بعد كده دياز بياخد الكره بحزن وبيكون رايح لنص الملعب، فبينده عليه باسكل وبيقول له دياز انه فاضل دقيقتين والوقت ينتهي، ولكن لهم لازم ما يستسلموش لحد نهايه المباراه، وبيحمسهم من جديد. وتسوباسا بيقول لزملائه انهم لازم يحافظوا على النتيجه في اخر دقائق، لان كده المنتخب الارجنتيني هيقوم بكل قوتهم ولا عزاء لاي شيء اخر، فلم يتبقى وقت للدفاع اساسا. والمدرب
بيفرح بكلام تسوباسا وبحماس وكباشي بيقول ان التشتت في اوقات زي دي تعتبر انتحار، القتال بروحهم لحد صفارة نهاية المباراة. وبيقف باسكل ودياز على دايرة نصف الملعب. دياز بيقول ان رقم 10 ده مش هيهزمهم وان التأهل مش هيكون الا للارجنتين، وبيصفر الحكم باستئناف المباراة. وباسكل بيمرر الكرة لدياز اللي بيسدد تسديدة الصقر القوية من مكانه، وبيكون كل اعتماد المنتخب الياباني على الحارس واكاجيميزو. وبالفعل واكاجيميزو بيقدر يصدها بيمينية وبيبعدها بشماله بسرعة لانها بتكون قوية وبتلف في ايده. وبيهاجم المنتخب الارجنتيني بكل اللاعبين، والمنتخب الياباني بيحاولوا كلهم يرجعوا يدافعوا. مع الضغط بيقدر لاعبي الارجنتين ياخدوا الكرة، ولكن الصخرة جيتو بيقطع الكرة تاني، ولكنها بترجع بسرعة تاني برضه للمنتخب الارجنتين. ولما براون لاعب الارجنتين بيحاول يسدد بيلاقي ميسوغ بيعترض طريقه، لكن باسكت بيندفع وبياخد الكرة تاني وبينطلق، ولكن ميتسوياما بالمرصاد وبيقطع منه الكرة وبيستحوذ على، ولكن استحواذه مش بيدوم بسبب تاكلينج عنيف من دياز. وبيتقدم دياز وبيلاقي قدامه تسوباسا، ولكن فجأة باسكت بيظهر قدام تسوباسا وبيعطله، ودياز بيمرر لباسكت اللي بيردها له تاني براسية، وبيقع هو وتسوباسا. وبيتقدم دياز بعد ما تخلص من رقبة تسوباسا، ومدافعين المنتخب الياباني بينقضوا على دياز، ووراه واكاجيميزو مستعد علشان يوقف التسديد. والوقت بيكون خلاص على وشك النهاية، فمين اللي هيحسم التأهل؟ وبنلاقي دياز يسدد تسديده بتلف من حوالين مدافعين وبتتجه لزاوية المرمى، وكاجيميزو بيندفع ناحيتها، وجيتو بينام على الارض وبيزق ايشازاكي اللي فوق ناحيتها علشان يطلعها بسرعة. وفي اخر لحظة بيقدر ايشازاكي يصد الكرة بوشه، والحكم بيصفر بانتهاء والفوز اليابان. كده بتطلع الارجنتين احد المرشحين للفوز بالبطولة، والمنتخب بيشق طريقه لمرحلة الاقصائيات. وكل اللاعبين والمنتخب والكل بيروح لتسوباسا لانه هو السبب الرئيسي في فوزهم والمساهم في ال5 اهداف. وبنلاقي دياز واقف مش مصدق انه خسر، وبعدين بيبتسم وبيقوم باسكل وبيقول لزملائه انهم ما كانوش موافقين. وبعدين بيروح دياز لتسوباسا وبيساله عن اسمه، وهو بيقول له ان اسمه تسوباسا، ودياز بيقول له انه مش هينسى اسمه طول حياته، انه كمان انهم يبدلوا التيشيرتات. وبالفعل تسوباسا بيوافق، ودياز بيعترف لتسوباسا انه افضل لاعب وسط في البطوله وبيتمنى له التوفيق كمان. ولكن هو ماشي بيقول لنفسه انه هيرد الصاع صاعين وهيهزم تسوباسا في الملعب. وبنلاقي تسوباسا بيقول ان دياز هو امهر لاعب واجهه لحد دلوقتي، وان هو لازم يتطور لان كده دياز بيتفوق عليه. وبيقول كمان انهم انتصروا النهارده بجهوده وجود زملائه، وان هو بيهدف للتحكم في رتم الملعب ويسجل الاهداف زي ما هو عايز، وان هو بيهدف للتحكم في رتم الملعب ويسجل اهداف لانه ما سجلش هدف في مباراه النهارده. وبتكون المباراه الجايه بين المانيا والاوروغواي واليابان ضد فرنسا، ومتاكد تسوباسا ان الفوز هيكون من نصيبهم. واولهم المنتخب الالماني اللي بيكون فيه شنايدر الملقب بالامبراطور والمرشح الابرز لنيل البطوله، واللي سجل هاتريك في كل مباراه. والمنتخب عامه بيكون كله لاعبين اسطوريين. وبعدين منتخب فرنسا صاحب الارض بقياده المدرب كارابورنارا اللي جمع امهر اللاعبين بالاخص عمود المنتخب بيير نابليون. وبيكون بيير بيمرر اصعب التمريرات اللي بيترجمها الاهداف الهداف الخارق نابليون. والمنتخب الثالث الاوروغواي اللي بيكون باين انه منتخب مش قوي لكنه منتخب لا يستهان به، وبيكون راس الحربة عندهم هو الهداف الملقب بالنمر الاسود فيكتورينو. واخيرا وليس اخرا المنتخب الياباني اللي هزم ايطاليا والارجنتين اللي كانوا مرشحين للفوز بقياده الكابتن تسوباسا والهداف يوغا. وبنلاقي اهل تسوباسا واصحابه في طوكيو فرحانين بالانجاز اللي عمله، وام تسوباسا بتعرف ابوه اللي بيكون في شغله وبيفرح جدا، وبيعرفوا ان ابنه واصل للمربع الذهبي. وبالليل بيكون اللاعبين قاعدين مع بعض، لكن تسوباسا بيكون قاعد مع نفسه وبيكلم صناي عن اللي حصل في المباراه. وبيجي ايشازاكي يقاطعهم وبيحاول ميساكي يمنعه لكنه مش بيقدر. وايشازاكي بيقول لصناي انهم فازوا بسبب تسوباسا وانها لازم تحسم قرارها وتتجوز تسوباسا، وصناي بتتكسف وبتقفل الخط في وشه. وبيقعدوا مع بعض وبيقول له ان روبرتو هنا فعلا، وانه بيدرب فريق ناشئين ساو باولو، وهم هنا في جوله لباريس علشان المباريات الوديه. وبيتصدم تسوباسا لما بيعرف ان روبرتو بيدرب فريق برازيلي وبيفتكر ذكرياته معاه وهو صغير. وبعدين ميساكي بيعرفوا كمان ان الفريق ده هو الابرز في البرازيل وما خسروش ولا مباراه وديه من ساعه ما بداوا مباريات باريس. وتسوباسا بيشكر ميساكي لانه دور في الموضوع علشانه رغم تعبه في المباراه، ولكن ميساكي بيقول له ان مش هو اللي عمل كده، وانه كان سمع ان مباراتهم الاخيره هتكون في الملعب اللي هم هيلعبوا فيه نص النهائي، ومباراتهم هتكون الساعه 9:30 وهيسافروا بالليل للبرازيل. وتسوباسا بيقول انه عايز يقابل روبرتو باي شكل. وبالله بعد كده شخص بيوصل بالطياره وبيكون ضخم جدا، وبنعرف انه حارس الشبح الالماني مولر. وتاني يوم الصبح بالله بير بيفطر وبينزل يجري، وبيقرر انه ما يركبش العربيه ويروح الملعب جري، وبيكون مستعد لمواجهه ميساكي علشان يحسم التحدي. وبيوصل المنتخب الياباني كمان للملعب، وميساكي بيسال تسوباسا اذا كان هيروح يشوف روبرتو، لكن تسوباسا بيقول له انه عايز يشوفه فعلا، لكن المباراه هي اولويته لانه تخاذل لما فكر في المباراه اللي فاتت، وبصفته الكابتن لازم ما يكونش اناني، وان المهم ان روبرتو ما اعتزلش الكره وبقى مدرب. وبعدين بيقابلوا المنتخب الفرنسي لكن مش بيكون معاهم بيير، وفجاه بيظهر بيير من ميساكي وبيقول له ان زي ما وعدوا هيحسموا النزال داخل ارض الملعب، وبيتمنوا البعض، وبيير بيتمنى التوفيق
التوفيق لتسوباسا. وبالله المباراه الاولى بين المانيا والاوروغواي قربت تبدا، وشنايدر بيندى على وكاباشي وبيقول له لو ما شاركش منتخبه هيعانوا قدام فرنسا، وان هو الوحيد اللي هينقذهم، وبيقول له كمان انه هيشوفه في النهائي. بيتعصب وكاجيميزو من كلام شنايدر، لكن ايشازاكي بيهديه، وبعدين بتبدا المباراه والكره بتكون مع الاوروغواي. وقبل ما تشيستر يقطع الكره منهم، اللاعب بيمرر لدانيال اللي بيدي عرضه قدام فيكتورينو اللي بيسدد تسديده النمر الاسود وبيسجل اول هدف بعد 50 ثانيه من بدايه المباراه. وتسوباسا بيكون مستغرب لانه توقع ان المانيا اللي هتسجل الاول، وبنلاقي الحارس مولر بقى بيتعصب وبيفرقع الكوره اللي معاه وبيكون هيدخل الملعب، لكن المدرب بيهديه وبيقول له ان هدف واحد وان شنايدر هيتصرف. وفي الوقت ده بيكون فريق ساو باولو نجح في الفوز في اخر مباراه، وبيجي مدرب الارجنتين وبيقول لروبرتو انه كان عنده حق وان دياز ما قدرش يتفوق على تسوباسا. وبيقعدوا مع بعض، وروبرتو بيتصدم لما بيعرف من مدرب الارجنتين انه عايز يضم تسوباسا للدوري الارجنتيني. المدرب الارجنتيني بيقول له ان انا مستحيل اسيب موهبه زي دي تعدي عليا، وان الكره اليابانيه مش هتتسع لموهبته. وبيقول له كمان ان دياز هيشارك في دوري المحترفين الموسم الجاي، وممكن يكونوا متكافئين، ولكن سهل تخيل الفجوه اللي هتحصل بينهم بعد 3 سنين. وبعدين المدرب بيمشي علشان يروح يتفرج على تسوباسا. وبنلاقي المنتخب الالماني بعد كده معاه الكوره عند كالتس اللي بيمرر لشنايدر اللي بيسدد تسديده ناريه وبيجيب هدف التعادل بعد 5 دقايق. وفيكتورينو بيستغرب من التسديده دي لانها كانت هتقطع الشبكه. وكباشي بيقول لزملائه في المنتخب ان التسديده دي اتسمت كده لانها بتكون مشتعله، وده ممكن يكون بسبب احتكاك الكوره بالهواء او بجزمته او بالشبكه. وبنلاقي فيكتورينو عايز يسجل هدف تاني باي طريقه، ومولر بيقول ان لو كان هو الحارس كان هيوقف التسديده دي. بنكمل المباراه والكره بتكون مع فيكتورينو اللي بيتجه ناحيه شنايدر، وفيكتورينو بيمرر الكوره وبيعدي وبترجع له الكوره تاني قدام المرمى وبيسدد تسديده وبيسجل هدف التقدم. وبيبتسم شنايدر وكالتس بيقول ان المعركه اشتعلت، وبنكمل المباراه وشنايدر بيتدخل على فيكتورينو وبيستخلص منه الكوره، وفيكتورينو بيرجع وراه. وبنلاقي ابو شنايدر بيتفرج على المباراه، واخته بتطلب من امها انها لو اخذت اجازه يروحوا يتفرجوا على المباراه، وبيكونوا واثقين في فوز شنايدر. بنلاقي شنايدر بيعدي من لاعبين الاوروغواي بسهوله وبيتجه ناحيه المرمى وبيسدد تسديدته الناريه من بين 2 لاعبين وبيسجل هدف التعادل تاني، وبتتحول المباراه لتحدي تهديفي بين فيكتورينو وشنايدر. ويجي بيقول ان ده المتوقع منه شنايدر اللي هزمهم ب6 اهداف لهدف، ولكنهم اكيد هيردوا له الهزيمه. وكباشي بيقول انهم لازم يركزوا على مباراه فرنسا الاول، وتسوباسا بيكون متحمس وعايز يواجه شنايدر. ومنتخب الاوروغواي بيعززوا دفاعهم وبيسيبوا فيكتورينو لوحده في الهجوم وبيعتمدوا على المرتدات، وبالفعل بتتقطع الكره وبتوصل لفيكتورينو اللي بيفضل يروج في اللاعبين المانيا لحد ما بيتدخل عليه لاعب وبياخد فاول جنب خط ضربه الجزاء، وبيقوم فيكتورينو علشان ينفذ الضربه الحره قبل انتهاء الشوط الاول، وبيقوم فيكتورينو متاكد ان دي هتكون هدف. بس المانيا بتعمل تبديل وبينزل الحارس مولر الضخم اللي بيكون طوله 2 متر وبيتصدم وكباشي لانه عارف ان ده هو الحارس الشبح. ومولر اول ما بينزل بيطلب من الحائط اللي لاعبين المانيا عاملينه انهم يبعدوا عنه لانه مش محتاج حائط، وبيستغربوا، لكن شنايدر بيقول لهم يسمعوا كلامه. وبالفعل وبتكون الضربه الحره بين فيكتورينو ومولر، وبيتعصب فيكتورينو لانه كده بيستخف بيه وبيسدد تسديده النمر الاسود، ولكن مولر مين قده بيمسكها بايد واحده والكل بيتصدم. مولر بيمرر تمريره عاليه بتوصل لشنايدر، وفيكتورينو بيكون لسه مصدوم ومش مصدق اللي حصل، وشنايدر بيمرر لمرغروس اللي بيسدد براسه لكنها بتيجي في القائم، ولكن شنايدر بيتزحلق اول ما بتوصل له وبيجيب الهاتريك، وبينتهي الشوط الاول ب3-1. وتسوباسا بيطلب من وكاباشي انه يحكي له عن الحارس ده. وكاباشي بيقول له انه سمع السنه اللي فاتت فريق المحترفين عمل معسكر في اعماق الجبال وعمل مباراه بينهم وبين احدى فرق القريه، وهناك لفت الانتباه ولد عنده 14 وهو مولر، وفريق المحترفين سدد تسديدات ملهاش عدد، لكن مولر تصدى لكل التسديدات واجبر فريقه على اللعب بجديه. ومدرب فريق المحترفين طلب انه يضمه، لكن مولر رفض يسيب الجبال، وهناك اتولدت الاسطوره الحارس الشبح، ولكنه ما بقاش اسطوره وهو قدامكم دلوقتي. وبيبدا الشوط الثاني وفيكتورينو بيكون لسه مصدوم وبيفقد الامل ومش بيعرف يعمل حاجه، ومرغروس بيعزز النتيجه وبيسجل الهدف الرابع، وتشيستر بيجيب الخامس وبيسجل شنايدر كمان رابع هدف ليه، وبيبقى متصدر الهدافين ب10 اهداف. بتنتهي المباراه بنتيجه 6-2 لالمانيا، وبيستعد لاعبي اليابان لمباراتهم ضد فرنسا، والمدرب بيقول لهم انهم هيكتفوا المراقبه طبعا على المجنون راس الحربه نابليون، وخط الوسط بيير، وسودو هو اللي هيراقب نابليون وميساكي هيراقب بيير. وبيروح وكاباشي لوكاجيميزو وبيقول له ان تسديده نابليون بتتميز بالدوران العنيف ولازم ينتبه منها. وكاجيميزو بيقول له انه تمام فهمه. وبعد ما مشي وكاباشي بنلاقي وكاجيميزو بيتكلم مع نفسه وبيسال ليه وكاباشي وما طلبش انه يكون الاساسي، بالرغم ان في مباراه الارجنتين هو دخل في مرمى 4 اهداف. وبعدين كل اللاعبين بيجهزوا وبيخرجوا للملعب، وزملاء لاعبي المنتخب الياباني كلهم بيكونوا قاعدين وبيتفرجوا على المباراه من اليابان. والمباراه بتكون الافضليه التشجيعيه للجماهير فرنسا صاحبه الارض والضيافه، والافضليه في الملعب بتكون ليهم برضه. وبتبدا المباراه
المباراه بكره عند نابليون اللي بيمررها لبير وبيتجه ميساكي ناحيته، ولكن بيظهر هيوغا وبيعمل تاكلينج على بير فبينط بير من فوقيه وبيلتحم ميساكي معاه وبيشتت الكره وبياخدها تسوباسا من الهواء وبينطلق، ونابليون بيزعق في اللاعبين وبيرجع هو يدافع وبيتدخل على تسوباسا من وراه، ولكن تسوباسا بيمر اللي ورا بكعب وبتوصل الكوره لميساكي وبيقوم تسوباسا تاني وبير بيحاول يلحق ميساكي، ولكن ميساكي بيمرر الكره لسودا، ولما بير بيبص عليه ميساكي بيقول له انهم عايزين يوصلوا النهائي ومفيش وقت للمعارك الفرديه، وبيتقدم سودا وبيعمل زياده عدديه وبيمرر بعد كده ونابليون بيفتكر انها جايه لي، لكن الكره بتلف في اخر لحظه وبتروح لهيوغا والكل بيحيي سودا على التمريره، وبير بيقول للاعبين انهم يحذروا لان هيوغا هيسدد ركله طويله، وبيسدد هيوغا تسديده النمر ولكنها بتغير اتجاهها وبتروح لتسوباسا، وبنكتشف انها تمريره النمر اللي تسوباسا عمل زيها بتسديده الصقر، ولكن بيكون في مدافعين كتير عند تسوباسا، وبيفتكر تسوباسا نصيحه روبرتو في انه يكون خط وسط لانه خط الوسط بيصنع لعب، وبيراوغ وبيهدف وبيسدد تسوباسا من لمسه واحده وبيسجل اول الاهداف في شباك المنتخب الفرنسي في اول 5 دقائق، وبيحتفلوا وشنايدر بيقول ان تسوباسا قدر يهزم ايطاليا وحارسهم القوي جينو في اول مباراه، وكمان هزم العبقري دياز، وهو دلوقتي بيتقدم على فرنسا، ومدرب الارجنتين بيتحمس جدا وبيقول انه لازم يرجع الارجنتين بتسوباسا، وبالله بير بيقول انه لازم دلوقتي ينفذ تسديدته اللي محدش يعرفها وكان ناوي انه يظهرها في النهائي لكن لازم يفوزوا الاول، ولاعبين فرنسا بيعترفوا ان تسوباسا طلع اقوى وافضل وفوق توقعاتهم، وكالدر بيسال شنايدر اذا كان تسوباسا يقدر يصعد للنهائي، فبيقول له شنايدر انه مش عارف لان بير كان بيخفي نفسه وبيظهر الهداف نابليون، وانه كمان حاسس ان بير بيخفي حاجه. بالله روبرتو بيدخل الملعب والمباراه بتكمل وبير بينطلق بالكره وبيطلب من نابليون انه يتقدم وبيمرر الكوره وسودا بيتجه ناحيه نابليون وبيكون نابليون هيراوغه، لكن بيلاقي بير بيطلبها منه لورا وبيمررها لنابليون على اخر لحظه، وبسبب سرعه زحلقه سودا بيطلب منه يبعد بسرعه لكنه بيوقعه برضه، ولكن الحكم بيشير باستكمال المباراه لان الكوره مع فرنسا، وبيتقدم بير وميساكي بيكون وراه مباشره، وايشازاكي بيجي من قدام بير علشان يوقفه ويتزحلق ايشازاكي على اخر لحظه، بير بياخد الكوره من رجليه وبينط من فوق ايشازاكي وبيخليه يخبط في ميساكي، وبير بيسدد التسديده الجديده وهي التسديده المنزلقه اللي مستقيمه، وخاشيبيزو يلاحظ انها مش بتدور زي تسديده الصقر وابطا من تسديده النمر وبينط علشان يمسكها، ولكن على عكس توقعات الكوره فجاه بتنزل لتحت وبتعدي من تحت ايده وبيسجل بير هدف التعادل. بنلاقي نابليون وسودا ماسكين في خناق بعض بسبب التدخل اللي كان بينهم، وبيجي جيتو وبيمسك سودا لانه بيكون متعصب جدا هو كمان وعايز يضرب نابليون، ولكن لاعبين فرنسا بيوقفوا نابليون وبيكون نابليون هو اللي بدا الخناق، لكن الحكم بيديهم هما الاثنين انذار. بيجي القائد بير وبيضرب نابليون وبيقول له انهم جايين هنا علشان يلعبوا كوره مش عشان يتخانقوا، علشان وطنهم هم بيلعبوا، بيمسك فيه وبيقول له انه مش هيسمح لان نيته دي انها تبوظ هدفهم، ونابليون بيسمع الكلام وبيقول له يس سير. وتسوباسا بيبص على بير وبيقول له انه لاعب ماهر جدا وكمان بيعرف يتصرف كقائد، ولاعبين اليابان بيهدوا سودا وهو بيكون راجل جدع وبيهدى بسرعه. ميزاكي بيعتذر له لانه كان المفروض يراقب فيه لكن ما كانش متوقع التسديده، ولكن ايشازاكي بيقول له ان ده مش غلط وان هو اللي غلط لانه وقف بالتدخل بتاعه، ولكن تسوباسا بيجي يقول لهم ان مفيش مشكله وبيحمسهم علشان يسجلوا الهدف الثاني، وبالفعل الكل بيتحمس وبنكمل المباراه، والثنائي ذهب المنتخب اليابان بيتقدموا وبيفضلوا يمرروا بعض وبيبعدوا كل لاعبي فرنسا، وبيحاول بير انه يرجع بسرعه وميساكي بيمرر لتسوباسا اللي بياخد وضعيه القتال، وشنايدر كمان بيكون مصدوم من قدره تسوباسا لانه شاف التسديده مره واحده، وبير بيكون لسه مصدوم وبيقول ان ده مش معقول لان التسديده المنزلقه اخذت منه وقت كتير علشان يبتكرها وتسوباسا قدر يعملها من اول مره. تسوباسا بيشرح لزملائه ان التسديده المنزلقه بتشبه دوران تسديده الصقر ولكن مع جهد اكبر، وده بيخليها تنزل لتحت اول ما تقترب من الحارس، وشاساكي بيقول انه فعلا كالعاده بيقدر يحلل اي تقنيه وينفذها بسرعه، وروبرتو بيقول ان تسوباسا ما اتغيرش وانه من صغره كان ماهر في اكتساب مهارات الخصم، ودياز بيسلم على روبرتو بيقول له انه فعلا التسديده دي بتشبه تسديده الصقر ولكن تسوباسا نفذها من اول مره، وانه لو جه الارجنتين هيكون خصم مناسب جدا ليه. روبرتو بيساله اذا كان فعلا مصر انه يخلي تسوباسا يروح الدوري الارجنتيني، فبيقول له برباس انه فعلا مش عارف ايه اللي حصل بينه وبين تسوباسا، وبيساله اذا كان عنده مانع انه يقول الموضوع ده، ونكمل المباراه برميه التماس اللي بتوصل لميتسوياما اللي بيمررها لايزاوا وبلمسه واحده بتوصل لميساكي اللي بيلمسها برضه لمسه واحده وبيوصلها لتسوباسا اللي بينطلق وبيمرر لهيوغا وبيستلم هيوغا على صدره وبيتقدم وبيعدي من 2 مدافعين، وبير بيتجه ناحيته وبيستخلص منه الكوره، وبير بيقول ان تسوباسا بهدل مسيرته الكرويه وهيخليه يدفع الثمن. ميساكي بيندفع ناحيه بير وبيلتحموا سوا، ولكن بير بيعدي بقوته وميساكي بيقع بسبب التدخل، وبيندفع تسوباسا كمان ناحيه بير وبيعمل عليه تاكلينج قوي. بير بيرتحم معاه بالقوه برضه والكوره بتطير لفوق وبينط بير وبيمرر بدبل كيك لنابليون اللي بيكون سودا معاه، بيدخلوا في صراع هوائي بيكسبوا سودا اللي بيمرر الكوره لواكاجيميزو بدماغه، ولكن الحكم بيصفر وبيدي كارت اصفر تاني لسودا لانه دراعه جه في وش نابليون وانه ضربه ضربه متعمده، وبسبب البطاقتين دول سودا المفروض انه ياخد طرد، وبينفعل سودا وبيقول للحكم انه ما كانش متعمد، وايجازاكي كمان بيحاول يقنع الحكم انه تدخل عادي
عادي، وبتكون المخالفه كمان جوه منطقه الجزاز وكده فرنسا هتاخد ضربه جزاء. بنلاقي سودا برده مش عايز يخرج، وانه لولا لاعبهم اخطا هيلتزموا بتطبيق القانون، ولكن سودا ما تعمدش الضربه وكانت صدفه، وبيطلب منه يرجع في قراره ويلغي الطرد. بيقول له انهم ما يتخطوش الحدود وقرار الحكم ما فيش رجعه فيه. تسوباسا بيقول له ان الخطا مش بيتصحح بخطا، ولكن فجاه الحكم بيدي تسوباسا كارت اصفر لانه بيعترض على قراره. فهل تسوباسا هيسكت وسودا هيطلع؟ نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، فلو عجبك ما تنساش تشترك في القناه وفعل زر الجرس وتوصلوا الفيديو ده طبعا 10000 لايك عشان تعرفوا ايه اللي هيحصل في باقي القصه. ويلا بقى اشوفكم في الفيديو الجاي، انا معكم عبدو، سلام.